أهلا بيكم في حلقة جديدة من قصة بطلنا ريون. لو شفت الحلقات اللي فاتت هتلاقي الحلقة الجديدة في الدقيقة اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة، ودي الناس اللي جابت كلمة السر صح الحلقة اللي فاتت، وكلمة سر حلقة النهاردة هتكون مخفية أثناء الفيديو. ما تنساش تكتبها في الكومنتات عشان تظهر في الحلقة اللي جاية. أنا حازم ويلا بينا. يلا بينا. تخيل تبقى أنت السبب في سقوط أقوى عيلة في التاريخ، ومش عشان أنت فاشل أو ضعيف، ده عشان لعنة بتيجي كل كام قرن بتمسح أي قوة عندك وبتحولك من وريث مرعب لواحد منحوس بيتعذب لحد ما يموت. بس القصة ما خلصتش هنا، فبعد ما ريون بيشوف الجحيم بتجيله فرصة يرجع بالزمن ويغير القدر اللي مكتوب عليه. فيا ترى هيعرف يكسر اللعنة دي ويصفي حساباته القديمة ولا هيرجع ويفشل مرة تانية؟ تعالوا نشوف. بتبدأ قصتنا مع بطلنا ريون اللي فجأة بيصحى بعد ما بيموت في قارة داريا، وبيلاقي نفسه في مكان اسمه أديون، والمكان ده عبارة عن ملعب للملوك بتضطر تقاتل فيه الوحوش الشيطانية من غير توقف. ده غير انك مش بتكبر في العمر ابدا، وزيه زي الباقيين كلهم انتقلوا للمكان ده من غير ما يعرفوا السبب. فقرر ساعتها يوحد قوته مع اللاعبين دول وخاضوا معارك وحروب لا نهائية. وبعد ما قضى اكتر من 100 سنة على حافة الحياة والموت وعشان يرجع الحرية اللي اتسرقت منه، قرر يتحدى الشخص اللي عمل الجحيم ده عشان يسلي نفسه، وهو حاكم أديون. وكان فاكر انه لو صمد لفترة اطول كل حاجة هتنتهي في الجحيم ده، وبسبب اصراره وقوته بدأ كل اللاعبين اللي فشلوا يحطوا املهم عليه وطلبوا منه يحررهم من الجحيم اللي هم محبوسين فيه. فتحرك ريون لحاكم أديون عشان يقتله وينهي كل حاجة. بس مجرد ما وصل بدأ الحاكم يكلمه عن حياته القديمة. فعلى الرغم من ان ريون كان من عيلة سيرمين اللي تعتبر واحدة من أنبل العائلات في قارة داريا، إلا إنه وقع في قبضة عيلة نبيلة تانية وهي عيلة فاتون، العيلة اللي هاجمت أسرته وعذبته لسنين طويلة وبعدها قتلته واتنقل لأديون. وفي خلال سنة واحدة من انتقاله وصل لمستوى الخبير في الفئات الثلاثة كلهم، الشبح والاغتيال ومستحضر الأرواح. وعشان كده كان الحاكم حاسس بمتعة كبيرة وهو بيكلمه، لكن ريون بيتعصب وبيقول له يعني بتحبسني في ساحة المعركة اللانهائية وبتتلاعب بيا زي ما تحب وبعدها تقتلني؟ هو انت فاكر ان الكلام ده ممتع؟ بيضحك الحاكم وبيقول له ده انت طلعت الافضل زي ما توقعت، عموما انا هتسلى معاك شوية كمان. وفجأة بيهجم عليه عشان يخلص عليه وبيسأله اذا عنده اي كلمات اخيرة، وبيعرفه كمان انه مستعد يحقق له امنية واحدة على الاقل. وبالرغم ان ريون بيقول له انا مش محتاج منك حاجة، الا ان الحاكم بيقول له لكنك اتمنيت بالفعل. تفتكروا ايه هي الامنية دي وهل هيحققها فعلا؟ بس الاول خلونا نرجع بالزمن شوية عشان نعرف ازاي ريون مات اصلا، وبنروح لسجن من سجون عيلة فاتون وبنشوف بطلنا متكتف وجسمه كله مليان جروح وبينزف من كل مكان. وفجأة بيروح واحد يمسكه من راسه وبيقول له وهو بيضحك انت مثير للاهتمام فعلا، فالنسل المباشر اللي خط عيلتك بيورث اي موهبة وكأنها نعمة إلهية، الا انت فانت الشخص الوحيد اللي اتولد من غير اي موهبة بسبب اللعنة، لكنك عنيد ومتمسك بحياتك بالرغم من ده، مش كده؟ بيحاول ريون يتكلم عشان يتوسله ما يقتلوش، لكن الولد بيبتسم بشماتة وبيقول له انا ما عنديش اي فكرة انت بتحاول تقول ايه، تفتكر كان المفروض اسيب لسانك سليم؟ بيلف بعدها عشان يمشي وبيقول له انا كنت فاكر اني هقدر اطلع باي حاجة من عيلة سيرمين، لكني زهقت من العبث ده كمان. بيرجع يبص له مرة تانية وبيقول له اوعى تموت النهاردة، فانا سانز فاتون بحتفل بالذكرى الثالثة لمحو عيلة سيرمين بالكامل. وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيقعد ريون على الأرض بجسمه اللي بينزف من كل مكان وبيقول في نفسه معقول فات 3 سنين على دمار عيلتي، عيلة سيرمين اللي بتحمي الخطوط الأمامية من غزو الوحوش اللي بتوصل باستمرار من المنطقة المظلمة وبتحاول تغزو قارة داريا. فعيلة سيرمين كانت أقوى وأعظم عيلة بين أكبر 5 عائلات نبيلة في قارة داريا، لكن بسبب الاختفاء المفاجئ لوالدي وإخواتي الكبار اتدهورت العيلة بسرعة هايلة. وقررت عيلة فاتون اللي كانت واحدة من أكبر العائلات النبيلة إنها تنتهز الفرصة وداست على عيلة سيرمين وحطمتها بالكامل، وده لأنهم كانوا طمعانين في البركة المتوارثة في عيلة سيرمين وهي دم التنين. فأي شخص بيتوارث الدم ده بشكل مباشر ممكن يبقى ساحر عظيم في الدايرة السبعة لما يكمل 10 سنين، ده غير إنه بيبقى سيد سيف وهو 15 سنة. لكني ما كنتش واحد منهم، وده لأني ورثت لعنة الملك أركان الشيطانية، اللعنة اللي بتظهر مرة بين عدة قرون في العيلة، وبسببها ما عرفتش أتعلم أي مهارات قتالية بالسيف ولا حتى السحر. وعشان كده كان ريون حاسس بالندم وبيقول في نفسه لو بس ما كنتش اتلعنت باللعنة دي، لو بس كان عندي القوة الكافية، كان مستحيل على عيلة فاتون إنهم يدوسوا علينا بالشكل ده، وما كنتش عانيت من كل تجارب سانز الفظيعة ولا تعرضت للتعذيب بسببه. بس لا، أنا تعبان جدا على إني أحس بالندم حتى، أنا حاسس إن النهاردة هتكون نهايتي، بس على الأقل هقدر أرتاح أخيرا. وفجأة بيفقد الوعي وبيموت، لكنه بينتقل ساعتها لأديون وبيحصل له كل الحاجات اللي حكيناها في البداية لحد ما الحاكم بيقتله وبيقول له إنه هيحقق له أمنية واحدة. وفجأة بيصحى ريون مرة تانية على صوت بنت بتصحيه، فبيقوم متفاجئ وبيقول لها كولين. بتبدأ البنت تعاتبه وبتقول له انت عارف انك ضعيف البنية بالفعل، ازاي تتعب نفسك بالشكل ده؟ بيبص لها ريون بدهشة وبيقول في نفسه هي مش دي كولين مربية عيلة سيرمين؟ هي ليه واقفة قصادي وليه شكلها صغير كمان؟ مستحيل. بيطلب منها تناوله المراية بسرعة، فبتجيبها وهي متوترة ومش فاهمة ليه طلبها فجأة. بيبص ريون على شكله وبيكتشف انه بقى اصغر في السن، فبيسأل كولين عن تاريخ اليوم وبتقول له النهارده 17 اغسطس 1892 من تقويم داريا. بيتصدم ريون وبيقول في نفسه 1892 انا كان عندي 12 سنة
وده نفس الوقت اللي بدأت فيه عيلة سيرمين في الانهيار والوقوع تحت إيد عيلة فاتون. بيفتكر آخر كلمات حاكم أديون لما قال له إنه هيحقق له أمنية واحدة، وبيقول في نفسه معقول رجعت للوقت ده؟ وفجأة بيوصل راجل غريب عندهم وبيقول له أنت صحيت إمتى؟ أنا كنت فاكر إنك بتمثل مرة تانية. بيبص له ريون بصدمة وبيقول في نفسه ده أليخاندرو قائد فرسان سيرمين. بيكمل أليخاندرو وبيقول له بس من الواضح إنك تعبان فعلا، في الحالة دي ممكن نفوت تدريب النهاردة. بتقول له كولين شفت أنا قلت لك. لكن ريون بيعترض فجأة وبيقول له لا أنا كويس، المهم دلوقتي إحنا هنتدرب على إيه النهاردة. بيتصدم أليخاندرو لأنه بيرفض إنه ياخد أجازة وبيقول له هنتدرب على أسلوب استخدام السيف الطويل. بس هو أنت السيد الصغير فعلا؟ بيمسك ريون سيف التدريب وبيقول له أيوه أنا ريون سيرمين من غير أدنى شك، خلينا نتخطى تدريب أسلوب السيف المرة دي ويلا نروح لصيد الوحوش على طول. بيقول في نفسه أمنية رجوع بالزمن كل ده ما يهمنيش، فدي فرصة لتصحيح كل حاجة. بيستعد ريون للتدريب وبيلاحظ ساعتها نفذة الحالة اللي ظهرت قصاده وبيقول في نفسه من حسن الحظ إني أقدر استخدمها حتى بالجسم النادر ده، وفوق كل ده تعتبر قدرة فريدة مش موجودة عند أي حد في قارة داريا حاليا. وبعد شوية بيوصل أليخاندرو وبيبلغه إن الوحش جاهز بالفعل، فبينزل ريون وراه بيمسك سيفه وبيقف قصاد الوحش اللي كان مربوط بسلاسل في العمود اللي وراه، وبيقف أليخاندرو وبيراقبه. لكن كولين بتحس بالخوف ساعتها وبتطلب منه يوقف ريون بسرعة وبتقول له أنت عارف كويس زي ما أنا عارفة إن السيد الصغير بيفقد الوعي أول ما بيواجه وحش الجوبلين. بيفتكر ريون ذكرياته زمان وبيقول في نفسه كولين عندها حق، فأنا كنت كده لحد امبارح بس دلوقتي أنا متأكد إني مختلف. بيمسك سيف التدريب وبيستعد للهجوم على الوحش، لكن بتظهر له رسالة تحذير من النظام بتبلغه إن لعنة أكان بتتفعل وخوفه من الوحوش بيتضاعف. فبيقول ريون في نفسه الخوف من الوحوش معقول ده كان جزء من لعنة ملك الشياطين أركان برضه بسبب اللعنة. بيفضل ريون واقف شوية فبينده أليخاندرو عليه وبيقول له كفاية كده النهاردة. لكن ريون بيقول له لا مش كفاية، وبيتحرك ناحية الوحش وبيقرب منه أكتر وأكتر، بس فجأة بيحس بالخوف وبيبعد بسرعة مرة تانية. فبيحاول يطمن نفسه وبيقول لنفسه اهدى أنا ما بقتش ريون بتاع زمان، فالخصم بتاعي مجرد وحش جوبلين أنا أقدر أعملها، فاللعنة دي ما تتقارنش بالتهديد اللي حسيته من الوخد ده. وبيفتكر ساعتها حاكم أديون والهالة المخيفة اللي كانت بتنبعث منه، فبينطلق للهجوم على الجوبلين في نفس اللحظة وبيضربه على راسه وبيصيبه. بيتصدم أليخاندرو وكولين ساعتها وبتوصل له رسالة من النظام بتبلغه بأنه تجاوز لعنة أركان بخبرة أكبر من اللعنة، وبالشكل ده قدر يقلل من مستوى اللعنة وما بقاش حاسس بالخوف من الوحوش. فبيقف ريون قصاد الوحش المجروح من غير ما يحس بالخوف وبينده بعدها على أليخاندرو وبيطلب منه يناوله السيف الحقيقي. بيخرج أليخاندرو السيف وبيسأله إذا هيكون بخير بينما كولين كانت بتنهار من الصدمة جنبه. فبيبص له ريون وبيبتسم بثقة. بيتفاجئ أليخاندرو وبيقول في نفسه السيد الصغير بقى راجل أخيرا. بيمسك ريون السيف الحقيقي وبيهجم على الوحش وبضربة واحدة بيخلص عليه. فبيقول أليخاندرو في نفسه شعاع الأمل بينور أخيرا في عيلة سيرمين اللي على وشك السقوط. وبينده على كولين بعدها وبيقول لها بصي كويس دي هيئة الوريث التالي لعيلة سيرمين بلا أدنى شك. بيروح ريون يغسل وشه بعد التدريب وبيقول في نفسه نفذة الحالة ودعم النظام كانوا فعالين جدا وقدرت أتغلب على لعنة أركان وتأكدت من قدرتي على النمو، وبالرغم من أن نقط خبرتي زادت إلا أنها كانت مجرد زيادة بسيطة، وبالمعدل ده هحتاج أصطاد آلاف لا عشرات آلاف من الجوبلين عشان أرفع من مستواي. أنا محتاج أبقى أسرع، فيوم المصيبة اللي هيخلي عيلة سيرمين كلها بتصوت بيقرب، بس المهم إني اتأكدت من إمكانية تجاوز لعنة أركان وما ينفعش أفوت الفرصة دي أبدا. وبالنظر لوضع العيلة الحالي فحاليا فات حوالي سنتين على اختفاء والدي واخواتي الكبار، وبالرغم من خطورة الوضع وعدم الاستقرار إلا إننا بنحافظ على مكانة العيلة، لكن ألاعيب ومكايد الأعداء لسه ما بدأتش. ودلوقتي اتأكدت من طريقة واحدة لرفع مستواي وعشان كده جيت دور إن أتأكد من الطريقة التانية. بيطلب استدعاء سينا قائدة فرسان السحر، فبتروح تقابله وبتقول له أنا سمعت قصة صيد الجوبلين بس معقول تكون استدعتني النهاردة عشان تتدرب على السحر. وبنعرف ساعتها إن سينا مش بس قائدة فرسان السحر، فهي ساحرة عظيمة في المرتبة السبعة زي أليخاندرو، واللي كانت مرتبة مش بيوصلها غير أشخاص قليلة في القارة، وتعتبر ست غامضة ما حدش عارف تاريخها ولا حقيقتها غير أبوه قائد العيلة. بتقول له سينا أنت هتتغرر لأنك اتخلصت من جوبلين تافه واحد. تدريب السحر مختلف عن فنون السيف، وقبل كل ده هو أنت نسيت إننا ما اتدربناش عليه لأن ما عندكش أي موهبة؟ فبيقول ريون في نفسه أكيد عارف، فبسبب لعنة أركان اللي بتسلب كل المواهب جسمي ما كانش بيقدر حتى يحس بالمعنى، فما بالك بفنون السيف والمعرفة، لكن ده كان لحد امبارح بس. وعشان كده بيرد عليها بثقة وبيقول لها طب لو قلت لك إني بعرف أحس بالمعنى؟ بتتصدم سينا من كلامه وبتطلب منه يقفل عينه عشان تتأكد، وبعد دقايق بتخليه يفتحها وبتقول له أنا رسمت قصادك صورة مش هتقدر تشوفها غير باستخدام المعنى، لو كلامك حقيقي قول لي إيه اللي رسمته. بيرد ريون بثقة ده تنين أحمر جميل. بتتفاجئ سينا فبيسألها إذا غلط وبتقول له بتوتر وصدمة لا أبدا أنت فعلا اتغيرت عن امبارح، بس إزاي؟ فأنت مش هتقدر تشوفه غير لو بتفهم المعنى بنفس المستوى اللي بفهمه، ده أنا حتى استخدمت آلية مختلفة عشان تظهر بشكل غير صورة التنين. ومن كتر التفكير والصدمة بتحس إنها هتتجنن وبتقول له إزاي قدرت تكسر لعنة العيلة؟ أنا أكيد علمتك إزاي تحس بالمعنى بس. فبينده ريون عليها وبيقول لها على الرغم من إني بحس بالمعنى فأنا مش بقدر استخدم طريقة زراعة وصقل المعنى المتوارثة في العيلة وعشان كده محتاج مساعدتك. بتتفاجئ سينا من كلامه وبيقول ريون في نفسه
مستحيل استخدم المانا غير لو اتجسدت في الجسم، وزراعه وصقل المانا هو الطريقه التانية الاساسيه لرفع المستوى. فبتتنهد سينا وبتقول له يعني انت حاولت بالفعل، بس انت فاهم اللي بتطلبه مني؟ عشان اساعدك في زراعه وصقل المانا هحتاج ان اخترق جسمك بعنف عشان اقود المانا جواه، وده معناه ان حياتك وموتك هيكونوا في ايدي. بيضحك ريون وبيقول لها يعني ناويه تقتليني؟ بتتفاجئ سينا من كلامه، فبيقول لها حاليا انا ما عنديش القوه لمقاومتك حتى يا سينا. وبيكمل في سره وبيقول بس سينا هي الشخص الوحيد اللي ممكن اطلب منه حاجه زي كده، وحتى لما تعرضت للهجوم في حياتي اللي فاتت كانت مصممه على حمايتي لحد النهايه، بالرغم من ان جسمها كان بيتدمر بسبب استنزاف المانا. وعشان كده بيمد ريون ايده ناحيتها وبيقول لها انا بثق فيكي اكتر من اي شخص تاني. بتقرر سينا تنفذ له طلبه، وبيقلع ريون التيشيرت وبيستعد عشان تبدا في تنفيذ التقنيه. فطريقه الارض الزرقاء لصقل المانا هي الطريقه المتوارثه للخط المباشر من نسل العيله وبس، ورغم ان ريون اتعلمها بشكل نظري وبس، الا ان سينا تقدر تستخدمها لتوجيه المانا في جسمه بالفعل. لكن ريون اتدرب على استخدام الطريقه بالفعل عشان يرفع مستواه اثناء وجوده في اديون. وفجاه بيسرح ريون في ذكرياته، فبتنده سينا عليه وبتقوله انه محتاج يركز، وبتعرفه كمان انه ممكن يحس بالم شديد، لكن بتاكد عليه ما يخرجش اي صوت، يعني يتالم بصمت وبلاش يتشنج كمان. وبتنبه عليه لو حس ان الالم زاد لدرجه انه مش هيقدر يستحمل فساعتها لازم يفكر بكل قوته عشان يقف. ومجرد ما بتجيب سيره الوجع بيفتكر ريون العذاب اللي كان بيتعرض له بسبب سانز، فده معنى الالم الحقيقي. وفجاه بيبص لها وبيقول لها مش انتي قلتي انك واثقه فيا؟ فبتوقف سينا جدال وبتقرر بتبدا تنقله المانا في جسمه وبتحاول توجهها، بس فجاه اللعنه بتتفعل وكل المانا المتجسده في جسمه بتتشتت. فبتقول سينا لعنه اركان، زي ما سمعت عنها بالظبط من رئيس العيله، لكن ده كان شيء متوقع. وعشان كده بتقرر تحقنه بكميه مانا اكبر، لكن المره التانيه بتتفعل اللعنه. وبالرغم من المحاولات المستمره الا ان اشعار النظام بان اللعنه بتتفعل كان مستمر في الظهور، وبالرغم من ان الاشعارات دي كانت بتظهر لبطلنا وبس، الا ان اللعنه كانت بتستمر في تشتيت المانا. لكن المانا الخاصه بسينا كانت بتحاول تتغلب عليه، وفي الاخر النتيجه واضحه للكل. فبيقول ريون في نفسه حتى المانا الخاصه بساحره عظيمه من المستوى السابع مش قادره تتغلب على لعنه من المستويات العليا، بس لو نفذت طريقه التدريب الخاصه باديون ساعتها هخلي اللعنه اللي تشتت المانا، ولو قدرت ان احصل نطاق التشتت جوه جسمي بس في اللحظه اللي بتتشتت فيها المانا ساعتها هخدع اللعنه وهتفضل المانا موجوده جوه جسمي. وبالفعل بيبدا ريون في تنفيذ خطته، وبتتفاجئ سينا ساعتها لان المانا المتشتته مش بتخرج من جسمه، وبيظهر بعدها اشعار من النظام بيبلغ ريون بانه قاوم اللعنه، بس بترجع تتفاعل مره تانية ولكنه بيقاومها، وبيستمر بالشكل ده لحد ما بيبدا يحس بوجع شبه وجع الحروق في المسار اللي المانا بتتحرك فيه، لكنه بيقرر يستسلم المره دي، وده لانه تحمل الوجع اللي زي ده آلاف المرات. فهو لاعب من رتبه السيد في اديون، وطريقه استيعابه وفهمه للمانا تتفوق على اي حد تاني، والفهم ده لسه محفور في روحه مش في جسمه. ورغم ان اركان هو ملك شيطاني عمره ما قابله قبل كده، الا ان لعنته مجرد لعنه بسيطه من ملك شياطين ما يجيش حاجه جنب الشخص المعروف بملك اديون. بيقاوم ريون اللعنه والالم لحد ما فجاه بيقع من كتر الوجع وبيبدا يفقد الوعي، وفي الوقت ده بيحلم بذكرياته لما كان محبوس عند عيله فاتون. وبنشوف ساعتها مجموعه من الاشخاص اللي كانوا بيعذبوه، وبيقول واحد منهم مين كان يتخيل ان الولد اللي خطفناه من عيله سيرمين عشان يكون فار تجارب هيبقى بالحاله دي؟ فبيرد التاني وبيقول له هل ده معناه اننا نقدر نقطع دراعه بكره عشان نعمل تجربه جديده؟ لكنه بيقول له للاسف ده معناه اننا محتاجين نقضي عليه، خلونا نخلص من الموضوع ده بسرعه ونرجع لعيله فاتون. وبالفعل بيمسكوا السكينه وبينطلقوا للقضاء عليه، بس فجاه اليخاندرو بيوصل في نفس اللحظه وبيخلص عليهم. بيفقد ريون الوعي ساعتها، ولما بيصحى بيلاقي نفسه بره الاوضه اللي كان محبوس فيها وما بيكونش فاهم ازاي ده حصل. بيكلمه اليخاندرو وبيساله اذا رجع لوعيه، وبيعتذر له لانه اتاخر. فبيبص له ريون بسعاده وبيقول له انت جيت عشان تنقذني، لكن اليخاندرو بيعتذر له وبيكتشف ساعتها انه ضحى بنفسه عشان ينقذه للاسف. فبيصرخ ريون ساعتها وبينهار بسبب موته، وفجاه بيرجع لوعيه مره تانية وهو بيعيط وبيكتشف انه كان بيحلم. بيبص على ايده وبيكتشف ساعتها ان طريقه الصقل نجحت فعلا، وعلى الرغم من انه المفروض يكون طاير من الفرحه دلوقتي الا ان رؤيه الذكريات دي مره تانية في حلمه خلاه يحس باليأس والوجع اللي حس بيه ساعتها، لكنه بيطمن نفسه فده مش هيحصل مره تانية، وده لان المره دي عنده طريقه بس ما ينفعش اي حد يكتشفها عشان تنجح، ولازم ياخد باله من عيله فاتون المشبوهه بالذات، وده لانه لسه ما عندوش القوه الكافيه لمواجهتهم والوقوف ضدهم. وعشان كده اول حاجه محتاج يعملها هي انه يسرع من وقوع وانهيار عيله سيرمين. ايوه زي ما سمعت، عيله سيرمين اللي هي عيلته، بس ازاي ده هيفيده هنعرف بعدين. وبعد ما بيصحى بيروح اليخاندرو وسينا يطمنوا عليه، فبيقول لهم باحراج انه فشل في صقل المانا، وساعتها بيقفوا مصدومين. وبالرغم من انه كان حاسس بالاسف ناحيتهم فهم جم يطمنوا عليه بسرعه اول ما بدا يتعافى، الا انه مش هيقدر يقول لهم الحقيقه، وده مش لان عنده اسرار مش هيقدر يقولها مثلا، لكن الفكره هي يا ترى معرفه الحقيقه هتساعدهم وهل هيصدقوا قصته اصلا؟ فدي مساله مختلفه تماما. بيبتسم ريون وبيقول لهم بما ان الكل كان حاطط توقعات عاليه عليا قررت احاول، لكن حاليا مش قادر احس حتى باثر المانا. بيمد ايده ناحيه سينا بعدها وبيقول لها تقدري تتاكدي بنفسك لو عايزه. فبتقول له انا مش عارفه انت ليه بتحاول تنكر نجاحك يا سيدي الصغير، وعشان كده معلش اعذرني.
بتمسك ايده بعدها وبتحاول تحس بالمعنى اللي جواه، لكنها بتتصدم وبتقول مستحيل، دي اختفت فعلا، بس امبارح انا حسيت بتدفق المانا جوه جسمك بكل وضوح. وفجاه بتمشي وهي مصدومه وحاسه بالاحباط الشديد، فبيتكلم اليخاندرو مع ريون عشان يطمنه وبيقول له ارجوك بلاش تحس بالاحباط وخيبه الامل، فانت على الاقل قدرت تصطاد الوحش بنجاح، وعشان كده نقدر نركز على مهارات قتال السيف. لكن ريون بيبتسم باحراج وبيقول له بصراحه انا ادركت اني مش هقدر اعمل ده مره تانية، فبعد ما خلصت على الوحش حتى الاكل كان صعب بالنسبه لي، انت سمعت من كولين مش كده؟ وبيتصدم اليخاندرو هو كمان. وبيعدي الوقت، وفي يوم من الايام بتروح كولين عشان تطمن على ريون، لكنها بتكتشف انه ما خرجش من اوضته برضه، فبتحس بالاحباط وبتقول في نفسها مع عدم وجود رئيس العيله فالسيده مشغوله باداره الشؤون اللازمه للحفاظ على العيله، بس من الواضح ان حتى ده بدا في الانهيار. بتقابل واحد من الخدم وبيسالها اذا ريون ما خرجش من اوضته النهارده برضه، ولما بتقول له لا بيقول لها دلوقتي عدى 3 شهور من ساعه ما هزم الوحش في ساحه التدريب، وسمعت انه ما بقاش يسمع كلام القائد اغلب الوقت كمان. فبترد واحده تانية من الخدم وبتقول له انهم بيقولوا ان لما حياه الانسان بتتغير فجاه هيبقى هيموت، وفي النهايه ده كله كان مجرد حلم استمر لليله واحده بس. لكن كولين بتتفاجئ وبتقول لها لا ده مش حقيقي. فالسيد الصغير حاول على قد ما يقدر انه يلبي توقعات الكل ساعتها، بس الخادمه بتقول لها ده معروف بانه سبب دمار عيله سيرمين، وعلى فكره هو مش معروف بالاسم ده جوه العيله وبس، فكل الناس في مملكه دارون بيسموه بدمار عيله سيرمين. بتتفاجئ كولين اكتر واكتر وبتقول لها بس ده كتير جدا على السيد الصغير اللي عنده 12 سنه بس. فبتقول لها الخادمه كل ما التوقعات كبرت كل ما خيبه الامل زادت، وخصوصا في عيله نبيله مكانتها بتتدهور وبتنحدر. وبتقول لها كمان ان استقاله الموظفين زادت الايام الاخيره، وحتى الخادم بيتكلم ساعتها وبيقول لها انه هيمشي الشهر ده كمان، وبيسالوها هتعمل ايه. فبتفكر كولين في ريون وبتحس بالشفقه عليه. واثناء ده كان ريون بيتغدى وبيلاحظ ساعتها ان جوده الاكل بدات تقل، وده معناه ان ازمه العيله الماليه بدات تزيد بشكل جدي. فبيحس بالسعاده لان كل حاجه ماشيه بالظبط زي الخطه، وبيقول في نفسه لو ما كنتش اعرف حاجه زي دي في حياتي اللي فاتت كنت هستخدم الثروه الباقيه في العيله عشان اجرب كل الطرق لاعاده بنائها مره تانية. لكن شخصيتي الحاليه بخبره وتجربه عالم اديون مختلفه عن زمان، وعشان كده لازم ابقى هادي وهستنى لحد ما الاعداء يقللوا من دفاعهم وحذرهم، وخلاص مش فاضل كتير على تقطيع رقابهم وشق بطونهم. فسقوط العيله بدا مع اختفاء رئيس العيله المفاجئ، وكل اخواتي والسحرة اللي راحوا يدوروا عليه ما رجعوش ابدا. وحاليا عيله سيرمين ما بقاش عندها ولا القوه ولا العماله ولا الموارد اللازمه لارسال فرق البحث، فساحات التدريب جوه القصر اللي كانت مليانه بالناس ما بقاش فيها غير شويه فرسان ما عندهمش الكفاءه اللازمه، بالاضافه للخدم اللي فقدوا كل دوافعهم وهمتهم. وحتى خدم العائلات النبيله التانية اللي كانوا بيزوروهم على امل بناء علاقات مع الزعيم المستقبلي ما بقوش يزوروهم بعد ما شافوا الحاله الكارثيه للعيله. وبفضل اللي حصل كل حاجه بقت هاديه، وعشان كده كان ريون بيمثل انه حابس نفسه في الاوضه براحته، لكنه كان حاسس ان معدل الانهيار اقل مما كان متوقع. فهما بيقولوا ان العائلات الغنيه بتحتاج 3 اجيال عشان تقع وتتدمر، وعشان كده بيقرر انه يزود من سرعه انحدار العيله بدايه من بكره. وفجاه بتدخل كولين اوضته وبتحاول تحمسه وبتقول له ده وقت التدريب، القائد مستنيك، يلا بينا خلينا نروح له. لكنه بيلف نفسه في البطانيه بسرعه وبيقول لها انا عايز ارتاح النهارده برضه. فبتشيل البطانيه بنفسها وبتروح تشيله على ايدها فجاه وبتقول له انا مستحيل اتخلى عن عيله سيرمين ابدا. وبيجي في بالها لما كانت بتشيل ريون وهو طفل رضيع في الوقت ده، فبيتفاجئ ريون وبيقرر ما يقاومش. بينزل للتدريب وبيحاول اليخاندرو يشرح له على قد ما يقدر وبيقول له انا قلت لك كم مره بلاش تمسك السيف بالشكل ده، فحتى لو فشلت قبل كده الا ان المنة اللي حسيت بيها مره سهل تحس بيها مره تانية، واسلوب استخدام السيف اللي بتتعلمه بيسمح بتدفق المنة بشكل طبيعي مجرد ما تلوح بالسيف. فبيحس ريون بالتعب وبيقول في نفسه دول لسه ما استسلموش اصلا، انا عايز اكافئهم على الولاء والحماس ده، لكن مش هينفع اسيبهم يكتشفوا اني كنت بتدرب بشكل سري بالليل، لا وكمان بستخدم مهارات التحكم في الجسم. فالتحكم في الجسم مهاره اكتسبتها في اديون وكانت مفيده في الاغتيال، وبتقدر تخفي حاله جسمك وبتخدع الاعداء، وحاليا هو مفعلها بشكل جزئي بس. وفجاه وهو بيتدرب مع اليخاندرو بتبدا خبرته تزيد وقوته وقدرته على التحمل بيرتفعوا كمان، فبيحس بالتوتر لانهم بالشكل ده هيكتشفوا زي ما كان متوقع بالظبط. وعشان كده بيهرب بسرعه وبيقول له انا هروح للحمام بسرعه. بيدخل الحمام فعلا وبيحاول يتحكم في قوته وبيقول زي ما توقعت لسه مش مستقره كفايه عشان استخدمها، فلو اتحركت بشكل مفاجئ زياده عن اللزوم بفقد التحكم فيها. بيفتح نافذه الحاله بعدها وبنكتشف ساعتها انه وصل للمستوى الثالث ورفع من احصائياته، فبيحس ريون بالرضا وبيقول في نفسه حلو قوي، تقدم سلس جدا. واخيرا 3 شهور التدريب جابوا نتيجه، ومجرد ما كل احصائياتي توصل للعشرينات هبدا في زياده مستواي غالبا، وفي البدايه هحصل على فئه الشبح زي ما عملت في اديون بالظبط، والمره دي هرفع من مستوى استحضار الارواح والاغتيال للمراتب العاليه برضه. وبعد ما بيخلص بيتحرك عشان يرجع لاليخاندرو مره تانية، بس فجاه بيكتشف ان في ضيف معاه، والضيف ده هو ترونو هيلدي كبير خدم عائله سيرمين. بيرحب ترونو بريون لما بيشوفه وبيعتذر لانه قاطع تدريبه، وبيروح بعدها يسلمه الرساله اللي وصلت. فبيقول ريون في نفسه الوضع المره دي مختلف عن قبل ما ارجع بالزمن، لكن بالنسبه للتوقيع فمن الواضح انه جاي عشان يسلم الرساله اللي في بالي. بيفتح ريون الرساله وبيشوفها هو واليخاندرو، فبيقول اليخاندرو اذا الوقت جه بالفعل. وبنعرف ساعتها ان الرساله كانت دعوه لحفل عيد ميلاد الامير الثاني لمملكه دارون كايل دارون، وفي اليوم ده القطعه الاخيره من احجيه سقوط عائله سيرمين
هتكمل. بيتحرك ريون مع ترونو للعاصمة الملكية عشان يحضر حفل عيد الميلاد، وفي الطريق بينام وبيصحى بعد شوية، فبيسأل ترونو إذا فاق، وبيقول له إنه كان نايم بعمق من ساعة ما اتحركوا. فبيقول له ريون: كولين خلتني سهران لوقت متأخر وهي بتختار هدومي، وكان من الصعب عليا إن أمنعها لما صممت تيجي معايا. فبيقول له ترونو: تمام فهمت، هي أكيد قلقانة لأن ولا اللورد أليخاندرو ولا السيدة سينا هيجوا معانا، فمحدش كان متوقع إن قطيع ضخم من الوحوش هيظهر في الوقت ده. بيحس ريون ساعتها إن الوقت غير متوقع تماما، فدور عيلة سيرمين الرئيسي هو منع وحوش أرض الظلام من الدخول لقارة داريا، وتم تكليف أليخاندرو بالمهمة دي وبعتوه للحدود. أما سينا فما عرفتش تروح معاهم بسبب استدعاء الأم المفاجئ، وبما إن ده استدعاء من جيان اللي كانت هتتجنن لأنها بتتعامل وكأنها رئيسة العيلة بسبب غياب الرئيس الحقيقي، فكان من الصعب الرفض. وعشان كده حاليا في طفل عنده 12 سنة بيتحرك للعاصمة الملكية بصفته ممثل للعيلة. بيحاول ترونو يهديه وبيقول له: مفيش داعي للقلق يا سيدي، مفيش حد في مملكة دارون كلها عنده الشجاعة إنه يمس السليل المباشر لعيلة سيرمين. لكن ريون بيقول في نفسه: أيوة ده أكيد، بس ده لو كانت عيلة سيرمين القديمة، فزمان كان كفاية إننا نبعت خادم لتهنئتهم في أي مناسبة ملكية، بس دلوقتي وبعد سقوط العيلة بقى لازم على الرئيس إنه يحضر بشكل شخصي لحفلة عيد ميلاد الأمير. بس أنا السبب في كل اللي بيحصل على أي حال. وبعد طريق طويل بيوصلوا أخيرا لداربون، العاصمة الملكية لمملكة دارون، وبيروح الأمير كايل عشان يستقبلهم شخصيا. ومجرد ما بينزل ريون من العربية بيرحب بيه وبيقول له: أهلا بتنين داريا. فبينحني ترونو باحترامه وبيقول له: دعوتك تعتبر شرف لينا يا أمير كايل، شكرا على حسن ضيافة المملكة. لكن ريون بيعترض على كلامه في سر وبيقول في نفسه: ضيافة؟ ده من ساعة ما دخلنا من بوابة القلعة وأنا حاسس بنظرات أهل المملكة اللي بتحدق في العربية، نظرات قلق بسبب انهيار عيلة سيرمين. من الواضح إن الإشاعات عني انتشرت كويس، فأنا حاسس بالنظرات السخرية والازدراء الخفية الخارجة من عيون النبلة. لكنه بيبتسم بسعادة لأن كل حاجة ماشية حسب الخطة بالظبط. وعشان يظبط الموضوع أكتر وأكتر بدأ يمثل الإحراج وسط كل الموجودين، لدرجة إن حتى ترونو حس بالإحراج بسبب تصرفاته، وبدأ النبلة في السخرية منه أكتر وأكتر. فبيزيد حماس ريون وبيقول في نفسه: يا ترى أفضل مستمر باللعب على إيقاعهم بالشكل ده؟ بيعدي الوقت، وبعد 5 أيام من وصولهم للقصر الملكي بنشوف المرافقين اللي كانوا مع ريون وهم بيفطروا، وبيقول واحد منهم: احنا وصلنا للقلعة الملكية أسبوع قبل حفلة عيد الميلاد عشان نكون مرافقين للسيد ريون، مش كده؟ فبيرد زميله وبيقول له: أيوة، ودلوقتي عدى 5 أيام بالفعل من ساعة ما السيد الصغير وصل، وأظن إننا وصلنا بدري عشان نتفاعل مع مبعوثين المملكة التانيين، مش كده برضه؟ لكن زميله بيقول له: بلاش ترفع آمالك وتوقعاتك، أنت ما شفتش اللي حصل أول ما وصلنا؟ حتى لو كان خجول وبيتكسف إلا إنه مش عارف إزاي يحيي النبلة بشكل لائق حتى، ده غير إنه ما خطاش شبر واحد بره الأوضة بتاعته من ساعة ما وصلنا. بيعيط المرافق بحزن على حاله وبيقول: فات 5 أيام بالفعل، والقلعة الملكية مليانة كلها بالاحتفالات اللي قبل عيد الميلاد، أكل لذيذ وكحول ونساء. استغفر الله استغفر الله. فبيرد زميله وبيقول له: بما إن الكل كان بيشتكي فاحنا بعتنا أصغر واحد فينا عشان يقنع السيد الصغير. وفجأة بيوصل المرافق وبيقول لهم إن ريون بلغه بإنه هيحضر مأدبة النهاردة، وعشان كده بعتوا ليهم يبلغهم عشان يستعدوا هم كمان. بيفرح المرافقين وبيحسوا بالانتصار، لكن زميلهم بيأكد عليهم إن ريون عايز يخلي الموضوع سر حتى على الرئيس ترونو شخصيا، لكنه بيكون محتار لأن المرافقين محتاجين تحضير بالإضافة للتقارير. بس زمايله بيقولوا له: لا مش مهم، احنا نقدر نحضر المأدبة بس. وبيطلعوا يجروا بسرعة عشان يستمتعوا بوقتهم، وبيقف ريون يتفرج عليهم من بعيد وبيقول في نفسه: أظن ده المفروض يخفف من شكوتهم شوية، فأنا قضيت الأيام اللي فاتت في التدريب بحرية من غير أي تشتيت على أي حال، ده غير إني ما قررتش أحضر المأدبة عشان المرافقين بس، فأنا عندي هدف أكبر بكتير. فالنهاردة سانز فاتون هيوصل أخيرا. وبالفعل في خلال ساعات بيوصل سانز للمأدبة، ومجرد ما بيدخل بيبص على ترونو، فبيلف ترونو راسه بعيد بسرعة، لكنه بيفضل باصص له وبيقول: هو مش ده الرئيس ترونو هيلدي؟ بيبدأ ترونو يجامله وبيقول له: السيد الصغير سانز فاتون جاي هنا بنفسه؟ أكيد الأمير كايل هيتصدم. بيضحك سانز وبيقول له: أنا سمعت إن عائلة سيرمين وصلت الأول، بس هو فين ريون سيرمين الشهير؟ بيتوتر ترونو ساعتها وبيقول له: شهير؟ أنت تقصد إيه؟ فبيرد سانز: نعم، أكيد الكل سمع عن سقوط عائلة سيرمين وقصة ريون. بيتصدم ترونو وبيقول في نفسه: حاليا سانز ساحر عنده 15 سنة ووصل للدايرة ال5، ومن الواضح إنه عامل دوشة وبيتصرف بجنون بسبب توقعات عيلته عليه، لكنه اتجرأ على إهانة عائلة سيرمين في قاعة مأدبة مملكة دارون اللي هي قاعدة العيلة. وبسبب كلام سانز بيبدأ النبلاء الموجودين في الضحك والسخرية، فبيحاول سانز يجمل كلامه وبيقول له: أكيد الكلام ده مش حقيقي طبعا، فأنا شايف إن الشخص الجاني اللي نشر الإشاعات دي لازم يتعاقب على تشويه سمعة واسم عيلة نبيلة زي عيلة سيرمين. فبيبص له ترونو بغضب وبيقول في نفسه: يعني بدأت تشرب كحول وانت عندك 7 سنين، وقتلت واحد من سكان قصر عيلة فاتون وانت 12 سنة، وتعتبر أكبر حسالة في قارة داريا بالكامل، وفي النهاية شخص زيك عنده الجرأة إنه. لكن فجأة أفكاره بتتقطع بسبب إعلان وصول ريون لقاعة المأدبة. فبيتصدم ترونو وتوتره بيزيد وبيقول في نفسه: ليه خرج فجأة على الرغم من إنه كان منعزل في أوضته؟ لكن مجرد ما بيظهر بيتفاجئ الكل من شكله المرتب والواثق من نفسه، وبيقولوا: ده شكله مختلف عن الإشاعات تماما، فين الدمار والسقوط في الشكل الموقر ده؟ زي المتوقع، مستحيل حد يقدر يخفي نسل عيلة سيرمين. فبيحس سانز بالغضب ساعتها وبيقول في نفسه للمرة التانية: مجرد ما اسم سيرمين بيتقال كل الانتباه اللي المفروض يكون خاص بيا بيتسرق. وفجأة بيروح ريون يتكلم معاه وبيقول له: انت أكيد سانز فاتون مش كده؟
انا سمعت عنك كتير من اخويا راس. بيتفاجئ الكل اول ما بيجيب سيره اخوه وبيقولوا راس هو مش ده الابن الرابع المفقود من عيله سيرمين؟ اما سانز فبيبتسم وبيقول له لو على القصص فانا سمعت قصص كتير عنك برضه. لكن ريون بيقول له ده قال ان السيد الصغير سانز كان شخص طيب، انتوا كنتوا في الاكاديميه مع بعض مش كده؟ فما حدش في الاكاديميه كلها ما سمعش عن الاشاعات عن الاخ سانز ابدا، على الرغم من انك مشيت بعد كام شهر بس، لكن من الواضح انك كنت مشهور جدا. بيتصدم سانز من كلامه وبيقول في نفسه ريون الوغد ده. فبيكمل ريون وبيقول له انت ساعدت طالب كان بيتعرض للتنمر، وساعدت في تقليل معاناه واحده من الطلبه اللي كانت بتتعرض للتحرش مش كده برضه؟ فبيفتت سانز اعصابه اكتر واكتر، فاظن من الواضح انه كان بيبتزه، وده لانه هو اللي اتنمر على الولد وهو اللي اتحرش بالبنت اللي بيقول عليها. لكن ريون بيكمل في استفزازه وبيقول له استنى كده افتكر هو قال ايه تاني. صحيح الحاجه عن الركبه. وفي اللحظه دي بيتدخل ترونو بسرعه وبيقول له لما ركبه الاخ رايت صابت قال انك جبت له دواء كويس. وبيمسك ايد ريون بعدها وبيقول له رئيس الفرسان كان عايزني ابلغك بحاجه صحيح وانا نسيت اقول لك عليها. وبيمشي بسرعه بعدها. فبيبتسم ريون وهو معدي من جنب سانز اللي هيولع من الغضب، وبيمسك ترونو ايده وبيمد بسرعه عشان يبعده عنه. لكن سانز بيبص له بطرف عينه اللي كانت بتطق شرار وبيقول في نفسه ريون الوغد ازاي يتجرأ على تهديدي بالشكل ده؟ فبيحس ريون بالسعاده وبيقول في نفسه حس بالغضب اكتر واكتر يا سانز فاتون، وده لان غضبك يعتبر بذره اساسيه لنجاح خطتي. وفي حلقه النهارده بنشوف المأدوبة بعد ما خلصت، وبيرجع سانز لأوضته وهو متعصب وبيكسر في الحاجة اللي حواليه من الغضب وبيشتم ريون بأعلى صوت. وفجأة بيفتكر كلامه في المأدوبة لما قال له إنه سمع عنه حاجات كتير من راس، ومفيش حد في الأكاديمية مش عارف الإشاعات اللي طلعت عليه. فبيقول في نفسه بغضب زي ما توقعت راس عارف بالفعل، فأنا ما سبتش الأكاديمية، أنا اتطردت منها على الرغم من إننا استخدمنا قوة عيلة فاتون عشان نسكت الكل وما نخليش الأخبار تتسرب. لكنه جاب سيرة الركبة كمان، وبيفتكر تبرير ترونو لما قال له إنه سمع إنه جاب دواء كويس للورد راس لما كان بيعاني من وجع شديد في ركبته، لكن دي ما كانتش الحقيقة طبعا. وبيقول سانز في نفسه الذل والإهانة اللي تعرضت لهم ساعتها ما ينفعش يتعرفوا أبدا. وبيبدأ يفتكر اللي حصل زمان لما حاول يتحرش ببنت، لكن راس اتدخل وهجم عليه ساعتها وقال له بغضب انت عديت خط ما ينفعش كنت تعديه ابدا. لكن فاتون رد وقال له اقسم لك اني ما كنتش اعرف انها حبيبتك يا راس، انا كنت شايف ان دخول بنت من العامه للاكاديميه شيء مثير للاعجاب وعشان كده كنت بحاول ابقى لطيف معاها. فتعصب راس بسبب كلامه وقال له قبل ما تكون عميه او نبيله فهي واحده من زمايلنا في الاكاديميه زيك بالظبط، وانت استخدمت السحر عشان تاذي طالبه بنت. انزل على ركبتك حالا وتوسل لها عشان تسامحك، بس لو ما حسيتش بالندم وطلبت المغفره من قلبك بجد فانا هتخلى عن اسم عيلتي وهقتلك. وبسبب قوه راس كان سانز حاسس بالخوف لدرجه انه بدا يعيط، واضطر في النهايه انه ينفذ اوامره ونزل على ركبته قصاد البنت عشان يطلب مغفرتها. مجرد ما بيفتكر اللي حصل بيفقد اعصابه وبيقول في نفسه انا لازم انفذ الخطه، سيبك من راس البائس ده، فعلى الاقل خالص انا لازم اسكت اخوه الصغير. وبيمسك شعره بعدها وهو متوتر وبيقول على اي حال هو هيواجه قدره اللعين قريب. وفجاه باب اوضته بيخبط، ومجرد ما بيشوف الشخص اللي بيدخل بيبتسم بشكل غريب وبيقول له ما كنتش متوقع حد مهم وليه وزن تقيل زي كده يجي في اجتماع سري في نص الليل. والشخص ده هو ترونو هيلدي كبير خدم عيله سيرمين بنفسه. بيعدي الوقت وبعد ما حفله عيد الميلاد بتخلص بيركب ريون العربيه وبيتحرك هو ومرافقينه عشان يرجعوا لقصر عيله سيرمين. وفي الطريق بيبتسم ريون برضا وبيقول في نفسه كل حاجه خططت لها في الحفله مشيت زي ما كنت متوقع بالظبط، وقدرت اتخلص من الصوره السامه اللي كانت منتشره بسبب الاشاعات، وحاليا بقيت متشاف كسيد العائله الصغير الذكي. لكن للاسف حظه مش كويس وما عندوش اي مواهب كفارس او ساحر. وحتى سانز فاتون بلع الطعم بشكل مثالي. وبيتكلم ترونو معاه ساعتها وبيقول له انا ما قدرتش اقول ده غير دلوقتي، بس تصرفاتك وادائك في المأدوبه وفي حفله عيد الميلاد كانوا مذهلين لدرجه اني حسيت ان شراره الامل في عيله سيرمين ما انطفتش بالكامل. فبيتفاجئ ريون وبيقول له ايه بس انا مش بس فشلت في ان اتواصل مع النبلاء الباقيين، ده انا حتى عملت مشكله مع عائله سانز فاتون. بيتوتر ترونو وبيقول له لكن سلوك السيد الصغير مع اللورد سانز فاتون كان مثير جدا. فبيبتسم ريون وبيبص جنبه وفجاه بيخبط على العربيه. فبيتفاجئ ترونو ساعتها وبيقول له انت ليه بتعمل كده يا سيدي الصغير؟ ليه فعلت وضع عزل الصوت الخاص بالعربيه فجاه ومن غير سبب؟ بيقول له ريون شراره الامل لسه ما انطفتش بالكامل فعلا، لو انت مصدق الكلام ده بجد ما كنتش هتختار انك تخون عيله سيرمين ابدا. فبيتصدم ترونو وبيحس بالتوتر لكنه بيحاول ينكر وبيقول له انت بتقول ايه؟ وبيرد ريون انت عملت جريمه خطيره ولا تغتفر ابدا. بس بيكمل وهو مبتسم وبيقول له بس لانك عملت ده عشان عيله سيرمين فانا ممكن اسامحك عليها. فبتزيد صدمه ترونو وبيقول له ازاي؟ بينزل راسه بعدها وهو حاسس بالذنب والكسوف وبيقول له انت عارف ايه بالظبط؟ بيقول له ريون انا عارف انك ما عرفتش تتجنبهم وعشان كده هديلك فرصه، اسمع اللي انا هقوله كويس واحكم عليه بنفسك في الاخر واختار زي ما بتعمل دايما. فبيبص له ترونو بتوتر شديد وبيبدا ريون يشرح له خطته. وبعد ما بيخلص بيبص له ترونو بصدمه وبيقول له انت ازاي عرفت تفكر في حاجه زي دي؟ ازاي عرفت تخطط لكل ده؟ انت تبقى مين بالظبط يا سيدي الصغير؟ بيبص له ريون بكل جديه من غير ما يقول ولا كلمه. فبيمسك ترونو وشه من الصدمه وفجاه بيبدا يضحك وبيعيط في نفس الوقت وبيقول له انا حاسس اني ممكن اصرخ من الفرحه دلوقتي. فبيبتسم ريون بثقه وبيقول له انا عارف الاختيار بتاعك بالفعل. وبيبص على الطريق بعدها وبيقول له رئيس الخدم ترونو احنا خرجنا من طريق العاصمه الملكيه بالفعل. بيتفاجئ ترونو وبيقول في نفسه بتوتر الطفل ده ازاي بيبتسم بالشكل ده رغم انه عارف ايه اللي هيحصل بعد كده؟
لا، دي مش مجرد ابتسامة لطيفة، دي نية قتل وحشية ومرعبة لدرجة تخلي الدم ينشف في العروق. وبعد شوية فجأة العربية بتقف، فبيروح واحد من المرافقين للسواق وبيسأله ليه وقف فجأة وبيطلب منه يكمل، لكن السواق مش بيرد عليه، ولما بيبص عليه بيتصدم لأن وشه كان بينزل دم من كل مكان وكان مبرق بشكل غريب من غير أي حركة. فبيشك المرافق إنه مسموم، وفجأة وفي نفس اللحظة بيترمي على المرافق سهم سحري، بس لحسن الحظ إنه بياخد باله وبيتفاداه بسرعة. بيصرخ بعدها عشان يعرف الكل إن في أعداء حواليهم وبيأمرهم يحموا العربية بسرعة. ومجرد ما بيخلص كلامه بينهال عليهم وابل من الأسهم المشبعة بالمانع، فبيحذرهم منها وبيأمر السحرة بتفعيل الحواجز فورا قبل ما يبدأوا يقاتلوا. وبيبدأ باقي المقاتلين في صد الأسهم، لكن رئيسهم بيتعصب وبيقول إزاي يتجرأوا على مهاجمة عيلة سرمين بالشكل ده؟ دول لازم يخرجوا يركعوا قصادي فورا. بيروح واحد من المرافقين عشان يطمن على ريون ساعتها، لكنه بيتصدم وبينده على الرئيس بتاعه. بيبص له الرئيس بتهديد وبيقول له بلاش تقرب من العربية من غير أوامري، فأنا هتخلص حتى من الحلفاء لو عصيتوا الأوامر. لكن المرافق بيقول له بتوتر بس المشكلة إن السيد الصغير اختفى ومش موجود. بيتصدم الرئيس وبيقول له إيه إزاي؟ وفي الوقت ده بنشوف ترونو وهو راكب على الحصان ومكتف ريون وحطه وراه وبيجري بأقصى سرعته. وساعتها بتظهر إشعارات ريون وبتبلغه إن تأثير الظلام اتفعل، بالإضافة للاختلال الحسي والضعف والتدهور الجسدي. فبيقول في نفسه يا ترى عدى وقت قد إيه بالظبط؟ فتعويذ الحالة اتفعلت عليا أكتر من اللازم، وأكيد زمان الحراس بتوع عيلة سرمين في حالة فوضى بسبب اللي حصل. ففي حياتي اللي فاتت بعد ما اتخطفت في الحادثة دي صبوا كل جهودهم عشان يلاقوني، فأنا آخر وريث مباشر للعيلة بالإضافة لأختي الصغيرة. لكن ثروة العيلة انهارت وخلصت بسرعة، وفي النهاية انهارت عيلة سرمين بالكامل. لكن بحالتي الحالية فأنا أقدر أستخدم حادثة النهاردة وأحركها للوقت اللي أنا عايزه وأخليها تخدم مصالحي وأهدافي الشخصية. وبنرجع بالوقت شوية للوقت اللي ريون شرح فيه خطته لترونو عشان نفهم كلامه، وبنكتشف ساعتها إنه كان بيخطط لانهيار العيلة كتمويه مش أكتر. ومجرد ما ترونو بيعرف خطته بيتصدم زيه زينا كده بالظبط. فبيقول له ريون عيلة سرمين في وضع حرج بالفعل، ولو وضحت إني بحاول بكل الطرق عشان أنقذ العيلة حاليا ساعتها باقي العائلات النبيلة هتحس بالخطر وهيحاولوا يكبحونا طبعا، ولو وحدوا قوتهم وهاجمونا ساعتها مش هيكون قصاد عيلة سرمين أي فرصة. وعشان كده أنا كنت بحاول أنشر الإشاعات بالقصد عشان أبين لهم إن آخر وريث مباشر باقي من عيلة سرمين مش بيشكل أي تهديد بالنسبة لهم، وده ساعتها هيخليهم يقللوا من حذرهم. بس حتى لو باقي العائلات ما عملتش كده فعيلة فاتون عايزين يتخلصوا حتى من البذور الباقية من عيلة سرمين. وعشان كده حتى لو الإشاعات قدرت توفر لي شوية وقت إلا إن من الواضح إنهم مش هيسيبوني في حالي. وعشان كده كل اللي محتاجه هو إن أستخدم الميزة دي وأخليها لصالحي. ومن الواضح إن سانز فاتون وقع في فخ الاستفزاز بتاعي، وعشان كده لو حاولوا يعملوا أي حاجة فأحسن وقت إنهم يعملوا كده هو دلوقتي وهم راجعين من العاصمة الملكية. وأكيد لو في شخص هيساعدهم من جوه عيلة سرمين هيكون أحسن وأحسن. وعشان كده حدد اختيارك يا ترونو، هل مستعد تخلي الحادثة الجاية تبقى ذروة انهيار وسقوط عيلة سرمين، ولا شعلة البداية لخطة إحياء عيلة سرمين من جديد؟ بنرجع تاني عند ريون اللي كان لسه على الحصان، وكانت إحصائياته السحرية بتقاوم حالته الغير طبيعية. ده غير إنه بيستخدم أسلوب زراعة الأرض الزرقاء لمقاومة تدهور حالته. ولحسن الحظ كل حاجة كانت ماشية حسب خطته لحد دلوقتي. بس فجأة وهم في الطريق بيبدأ ترونو يترعش وبيقول له بندم أنا آسف آسف يا سيدي الصغير. لكن ريون بيقول له اتحرك حسب الخطة يا ترونو، دي الطريقة الممكنة الوحيدة عشان أقدر أسامحك. وبيستمر بعدها في مقاومة تدهور جسمه لحد ما كل إحصائياته بتوصل ل20 وبتتفتح له إحصائية الإحساس. فبيقول في نفسه حلو قوي، بالشكل ده كملت أول شرط من شروط النمو. وبيستمر في الطريق لحد ما بيوصلوا أخيرا عند سانز وخدم عيلة فاتون. فبيبتسم سانز لما بيشوفهم وبيقول لترونو من الواضح إنك اشتغلت جامد، فأنا ما توقعتش إنك هتيجي بنفسك كمان، بس حسب طبيعة الاتفاق فما فيش أي حد ليه علاقة بالمقايضة دي غير ترونو هيلدي كبير خدم عيلة سرمين وحاليا جاي يبيع سيده، ده الاتفاق اللي احنا بنتكلم عنه. فبيقول له ترونو بس كلامك قاسي جدا يا سيد سانز. لكن سانز بيقول أنا سامع صياح كلب عض سيده، بس المفروض طالما خان سيده يبقى لازم يقبل العواقب وهو ساكت. وبيخرج بعدها لفيفة وبيقول له المعلومات دي أخدتها من استخبارات عيلة أسان زي ما وعدتك، وده معناه إنها معلومات موثوقة. بيتفاجئ ترونو وبيقول له يعني دي معلومات أقدر أعتمد عليها فعلا؟ وبيرد سانز عيلة أسان تعتبر واحدة من العائلات المرموقة في قارة داريا برضه ومعروفة بالاغتيالات، ده غير إن تجارة المعلومات تعتبر واحدة من أعمالهم الرئيسية ومستحيل يبيعوا أي معلومة غلط. واللفيفة دي فيها معلومات عن بعض الشهود العيان عن ورثة عيلة سرمين المفقودين. فبيتصدم ترونو، وبالرغم من ان ريون كان بيمثل انه فقد الوعي الا انه كان صحي وسمعهم. فبيقول في نفسه عشان كده ترونو خان عيلة سرمين، فهو باع وريث ما عندوش الكفاءة زيي عشان يدور على اخواتي الاكبر المفقودين واللي هيقدروا يقودوا العيلة. بس حتى لو ترونو كان عارف ان عيلة أسان عندها المعلومات الا انه ما كانش هيقدر يشتريها بنفسه، وده لان عيلة فاتون كانوا هيستخدموا ثروتهم الهائلة وهيعرضوا اعلى سعر عشان يمنعوه. وبعد ما سانز بيسلم اللفيفة لترونو بيقول له خلاص كده احنا خلصنا النهارده، مهمتك خلصت يا خاين. لكن ترونو بيقول له التزم بالوعد بتاعك وبلاش تخالفه. فبيبتسم سانز بخبث وبيقول له اكيد طبعا، فانا هرجع سيدك الغالي لعيلة سرمين من غير اي حوادث. بيركب ترونو حصانه وبيمشي بعدها، وبيروح سانز عند ريون اللي كان نايم على الارض. فبيساله واحد من الخدم اذا المفروض يخلصوا على ترونو، لكن سانز بيقول له لا مفيش داعي، فهو محكوم عليه بالهلاك حتى لو رجع. فزمان عيلة سرمين اكتشفت انه الجاني اللي خطف سيدهم الصغير واكيد هيضطر يرجع للعيلة عشان ينفذ خطته الكبيرة بشكل صحيح، فكل التجهيزات كاملة. بيساله الخادم اذا هيعملها بنفسه، فبيشد سانز بطلنا من شعره وبيقول له
ايوه طبعا، انا استنيت هنا واضطريت اقابل الخاين ده بنفسي عشان اللحظه دي وبس. وبعد شويه بيفتح ريون عينه وبيلاقي سانز قصاده وماسكه من شعره، ومجرد ما بيفوق بيقول له اهلا بالوغد الصغير، هل بدات تستوعب وضعك الحالي؟ فبيبص ريون على المكان حواليه وبيقول له سانز انا فعلا مش عارف امسك ضحكتي خالص، بقى الوريث المباشر لعيله سيرمين يوصل للحاله دي؟ بيرد ريون وبيقول له انت بتعمل ايه يا سانز؟ بيقول له سانز يعني انت مش فاهم حتى بعد ما شفت بنفسك؟ انا خطفت وريث عيله سيرمين الفخوره قوي. بيقول له ريون انت مستوعب اللي هيحصل بعد كده؟ لكن سانز بيبتسم وبيقول له انت بتحاول تهددني دلوقتي ولا ايه؟ زي ما عملت في المأدبة، من الواضح انك سمعت شويه حاجات من اخوك راس. ايه العمل؟ مش انا قلت لك بالفعل؟ بيبدا يضربه برجله بغضب وبيقول له لو بس ابوك واخواتك ماتوا واختفوا كلهم، ازاي تتجرأ على معارضه عيله فاتون؟ انت مش عارف ازاي وصلت هنا رغم انك كنت متحوط بالحرس من كل مكان ومحمي جوه العربيه بتاعتك؟ ترونو باعك ليه؟ باعك عشان شويه معلومات عن اخواتك، يعني مفيش حد يقدر ينقذك دلوقتي. فايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ دي حرب بين عيله فاتون وعيله سيرمين، وخطفك كان مجرد البدايه، فهمت؟ لكن ريون بيبتسم رغم اصابته وكلامه المستفز وبيقول له رغي رغي رغي، الغبي ده مش ناوي يسكت شويه؟ وبيبدا يفعل قوته بعدها. فبيبص له سانز بصدمه وبيقول الدوائر السحريه اتفعلت، وبتظهر بعدها دوائر سحريه حوالين ريون وتحت سانز كمان. وبيبتسم ريون ساعتها وبيقول في نفسه انا كنت مستني اليوم ده بس من ساعه ما رجعت لداريا. بتزيد صدمه سانز لما بيشوف الدوائر اللي عنده كمان وبيقول بخوف ايه؟ وبيبدا يتحرك بقلق بعدها بس مفيش حاجه بتحصل له. فبيقول له بغضب ايه مفيش حاجه حصلت؟ كل الدوشه دي عشان توفر كام ثانيه وبس؟ وبيبدا يقرب منه مره تانية، لكن ريون بيقول له بنفس الابتسامه الواثقه يا غبي مش انا قلت لك انك بتتكلم كتير؟ وفجاه بتظهر دايره سحريه حوالين رقبه سانز وبتبدا تخنقه وبتمنعه من الكلام. بيمسك سانز رقبته بسرعه وبيقول في نفسه زوري حنجرتي انا مش عارف اتكلم. بيقول له ريون دي دايره سحريه عشان تخليك تسكت، ودلوقتي دايرتك السحريه العليا بقت مختومه. يا ترى ايه اللي هيحصل لساحر مش عارف يقول تعويذه سحريه؟ بيبص له سانز بتوتر لكن بيفعل دايره شحنه اللهب اللي مش بتحتاج انه يقول اي تعويذ، وبيحاول يهجم عليه. لكن ريون مش بيحس بالقلق وبيقول في نفسه احنا نقدر نستخدم دايره سحريه لحد المستوى الثالث من غير اي تعويذ سحريه، ده غير اننا مش بنقدر نستخدم سحر القتل دلوقتي. وفوق كل ده عمليه الخطف كانت باوامر سيد عيله فاتون، يعني هتحاول تتجنب موتي على قد ما تقدر، وعشان كده من المتوقع انك هتستخدم دوائر سحريه من المستوى الثاني واللي تعتبر اقل من مستواك، ودي هتكون غلطتك القاتله. بيضرب سانز شحنه اللهب على ريون وهو بيبتسم بثقه وبيقول في نفسه والدي مش هيمانع ان رجله تكون مكسوره. لكن ابتسامته بتختفي وبيرجع يتوتر اول ما بيلاقي ريون بيقاوم هجومه ومش بيتصاب، فبيقرر يهجم عليه مره تانية بس المره دي بيستخدم تعويذه من المستوى الثالث. بيبتسم ريون ساعتها وبيقول في نفسه للاسف انت ضيعت فرصتك الاخيره. وبيقول له بعدها هو انت فاكر اني هتصاب بيها فعلا؟ وفجاه بيفعل دايره سحريه فوق دايره سانز وبيشتت المانا بتاعته وساعتها ايده بتتصاب. فبيقول له ريون في اللحظه اللي بيتفعل فيها سحر من مستوى محدد انا بوقفه على طول، ومهما تحاول دلوقتي مفيش اي فايده يا غبي. لكن سانز مش بيستسلم وفجاه بيخرج خنجر بايده التانية السليمه وبيستعد للهجوم عليه. لكن ريون بيفاجئه للمره التانية وبيكسر السلاسل اللي مقيداه بكل سهوله. بيبص له بكل ثقه بعدها وبيقول له ايه متفاجئ؟ كسر السلاسل دي مجرد لعب عيال بالنسبه لي، وبعدين الدوائر السحريه مش بتخلص عند الدايرتين دول بس. وفجاه بيفعل دايره ثالثه بتضربه بصاعقه وبتشل جسمه، فبيقع سانز على الارض وهو بيتألم بشده. وبيقف ريون قصاده وبيقول له اصحى وبص حواليك كده، المره دي الادوار اتبدلت. بيفقد سانز الوعي من الوجع ساعتها، وبعد شويه بيصحى وبيلاقي نفسه متقيد بالسلاسل، وريون اللي قاعد قصاده المره دي بيلعب ريون بالخنجر وبيقول له فقت اخيرا، انت كنت فاقد الوعي بقالك كتير لدرجه اني فكرت اصحيك، بالمناسبه الخنجر بتاعك ده كويس فعلا. فبيبص سانز على القيود اللي في ايده وبيقول له انت بس، بيسكت بعدها لما بيكتشف انه رجع يتكلم مره تانية وبيقول في نفسه دي مجرد قيود معدنيه ما عندهاش اي قدره على مقاومه المانا، من الواضح انك اهبل. وبيقرر بعدها يستخدم قطع الرياح عشان يكسر القيود، بس فجاه بيتصعق مره تانية وبيصرخ من الالم. بيبتسم ريون وبيقول له فكرت اني عبيط مش كده؟ فبيقول سانز في نفسه وهو مصدوم ازاي ده مفيش اي دايره سحريه في اي مكان. بيقوم ريون يتحرك ناحيته وبيقول له هو انت فاكر اني هقيد ساحر من غير ما اخد كل الاحتياطات اللازمه؟ انا رسمت دايره سحريه على جسمك كله بالفعل. بيتصدم سانز وبيروح ريون يضربه بالخنجر بطول جسمه، فبتتقطع هدومه وبتظهر ساعتها الدايره السحريه اللي موجوده عليه. وبيقول له ريون ده انت الوحيد من بين كل الناس اللي المفروض تكون عارفها، ده الفن المحرم لنقش الدوائر السحريه على اللحم لحد ما تسيب اثار وندوب، دي تاثير دوائر الدم السحريه. وبيقول في نفسه الدوائر دي اتعملت وانت صاحي عن طريق تعويذه صحيان، نفس الطريقه اللي انت نقشت فيها الندوب على جسم طفل عنده 12 سنه باستخدام الخنجر. بيقول له سانز بصدمه انت ازاي عارف التعويذه دي؟ فحسب التحقيقات انت المفروض ما تكونش قادر على استخدام المانا ابدا. فبيبتسم ريون وبيقول في نفسه ده بفضل ذكريات الماضي والوقت اللي قضيته في اديون، وبعد ما حصلت على طريقه صقل المانا من 3 شهور ركزت اول حاجه على رفع مستوى مهاره التخفي، ده غير ان الحصول على المهارات التانية ما كانش صعب، وده كله بفضل سر الدوائر اللي اتعلمته في اديون. فكل مهاره ليها دايرتها الخاصه، والمانا بتتحقن في دايره اللاعب الفريده عشان تتفعل، والشخص الوحيد اللي بيقدر يوصل لمستوى السيد زيي يقدر يحس بوجود الدوائر. ولحسن الحظ اني لسه فاكر كل الدوائر الخاصه بالمهارات اللي انا اكتسبتها، وعشان كده فانا مش مضطر اذاكر واتمرن بشكل مستمر عشان اكتسب المهاره، وكل اللي محتاجه هي المانا والمؤهلات.
ومجرد ما يكونوا عندي فانا بكتسب المهاره فورا، وباستخدام مهاره التخفي قدرت اتسلل من البوابه واحده واحده، وافتكرت كل تفاصيل المكان ده، وبدات احط التعاويذ والافخاخ هنا باستخدام المهارات عشان اكون مستعد للقبض على سانز فاتون. ومن حسن الحظ انه وقع فيها بكل سهوله. فالدايره السحريه كانت معموله بشكل رئيسي عشان تضاعف الوجع اللي انت كنت ناوي تستخدمه عليا في الاساس، وعشان كده محتاج تبقى قلقان وبتفكر يا ترى تاثيرها هيكون عامل ازاي وهتحس بايه بدالي. بيعدي الوقت لحد شروق الشمس، وبعد رحله عذاب طول الليل بيبدا سانز يتوسل لريون عشان يوقف. فبيقول له ريون طب حلو، ايه رايك نوقف هنا النهارده؟ بيرد سانز بتعب شكرا، بس فجاه بيستوعب معنى كلامه وبيقول له بصدمه لا مستحيل، انا هديلك فرصه، رجاله عيله فاتون هيوصلوا هنا قريب، اهرب فورا، انا بقول لك ده لانك وقفت تعذيبي. فبيغمز ريون وبيقول له تقصد بعد اسبوع مش كده؟ بيتصدم سانز وبيقول له ازاي عارف ده كمان؟ بيقول له ريون انت طولت الفتره وخليتها اسبوع عشان تستمتع بتعذيبي لوحدك، وقلت لرجالتك يجوا بعد اسبوع، فاكر؟ بتزيد صدمه سانز وبيقول له بصوت عالي انت ما كنتش فاقد الوعي ساعتها، لا دول هيكونوا هنا في اي لحظه. بيبتسم ريون بثقه وبيقول له من خلال معرفتي بيك تفتكر انا هصدق ان حد من عيله فاتون هيحذرني لانهم جايين؟ اكيد لا، فانت هتقفل بقك وهتتوسل عشان اسيبك عايش، وبالشكل ده لما رجاله عيله فاتون يوصلوا هنا هيقتلوني. انا بتكلم عن وحده عيلتك المباشره المعروفين باسم اصابع عيله فاتون. لكن سانز مش بيستسلم وبيقول له وهو بيزعق انا بقول لك الحقيقه. فبيضربه ريون بالبوكس في وشه وبيفعل دايره الدم السحريه اللي على جسمه، فبيصرخ سانز من الوجع. بيلف ريون بعدها عشان يمشي وهو بيقول له خلاص خليك اصرخ بقى هنا لحد ما نفسك يتقطع، فالوعد وعد وعشان كده مش هلمسك مره تانية النهارده. بيصرخ سانز بقى على صوته وبيقول له ريون، لكن ريون مش بيهتم وبيسيبه وبيخرج للممر وبيقول خلينا نستعد كده للترحيب بالزوار بتوعنا. وبيقول في نفسه اثناء مواجهه نخبه عيله فاتون اللي هيجوا بعد اسبوع مش هيكون في اي مجال ان نغلط تماما. وبعد اسبوع بيوصل واحد من وحده اصابع عيله فاتون للمكان اللي سانز كان حابس ريون فيه، وبيكون معاه مجموعه من الحراس، وبنعرف ساعتها ان الحراس دول هم اللي استدعوه، وبيقولوا له دلوقتي عدى اسبوع من ساعه ما السيد الصغير خطف الوغد ابن عيله سيرمين ودخل المكان ده، لكنه ما تواصلش معانا تماما من ساعتها، وعشان كده كلمنا اللورد اكي. فبيقول له اكي هل في اي حد قرب للمكان ده خلال الاسبوع اللي فات؟ وبيقولوا له لا مفيش، احنا كنا بنراقب كل الاشخاص اللي بيعدوا من هنا. بيتنهد اكي وبيقول لو سرح وانغمس في العاب التعذيب بتاعته وعمل اي حادثه ساعتها هتحصل مشكله كبيره، فرئيس العيله امر اننا نرجع الوغد ابن عيله سيرمين وهو عايش، وعشان كده بيقرر يدخل له. لكن الحارس بيتوتر وبيقول له بس، فبيقاطعه اكي في نفس اللحظه وبيقول له اصابع عيله فاتون بيحطوا اوامر رئيس العيله فوق اي حد تاني حتى لو كان من نسل عيله فاتون شخصيا، مفيش اي استثناءات. بيكسر الباب بعدها وبيقول له انا هدخل لوحدي. بيتوتر الحارس وبيقول له نعم، فبيبص له بغضب وبيقول له انت هتكون مجرد عقبه في الطريق وعشان كده خليك بره. بيدخل للمكان بعدها لكنه بيكون مستغرب وبيقول في نفسه في حضور وهاله مرعبه لكني مش حاسس باي مانع. وفجاه بتظهر الدوائر السحريه والافخاخ اللي في كل مكان وبتبدا تهجم عليه، لكنه بيفعل حاجز الحمايه بسرعه وبيقول في نفسه ده اسوأ وضع، اكيد في حاجه حصلت لسانز فاتون. بيستخدم قدراته بعدها عشان يعرف اماكن الافخاخ، وبيكتشف ساعتها ان الافخاخ متوصله ومتفعله عن طريق دايره سحريه. فبيقول في نفسه من الواضح ان اللي عملها عارف تصميم المكان كويس وعنده مهاره عاليه كمان، وحاطط افخاخ بالشكل ده في كل ممر. يا ترى مين اللي عمل كده؟ عيله سيرمين ولا طرف ثالث؟ بيفعل حاجز مزدوج عشان يقدر يتفادى كل الافخاخ، وبيقول في نفسه ايا يكن هو مين انا ما عنديش وقت ان العب مع كل واحد لوحده، ايا كان انت مين انا هخليك تندم انك اتجرأت على قتال واحد من اصابع عيله فاتون. بيكمل طريقه لحد ما بيوصل للاوضه اللي سانز محبوس فيها اخيرا، فبيتصدم لما بيشوف شكله وبينده عليه بقلق. بيروح يكسر قيوده بسرعه وبيساله ايه اللي حصل. بيحاول سانز يتكلم لكن مش بيقدر من التعب، فبيمسك اكي ايده عشان يتاكد ان الشخص ده يبقى سانز، وبيقول في نفسه القوه السحريه دي خاصه بسانز فاتون اكيد. بيبص بعدها لريون اللي نايم جنبه وبيقول ايه اللي حصل. وفجاه سانز بيبدا يترعش وبيقول له بصوت ضعيف بسرعه عايز جرعه شفا. لكن اكي بيقول له محتاجين نخرج من المكان ده الاول، فالعدو ما ظهرش بنفسه لسه عشان كده الوضع خطير وفي الاف الافخاخ في الطريق لهنا برضه. بيبص مره تانية على ريون وبيقول في نفسه الوغد عذب السيد الصغير وقيده بس ما اخدش الوغد ده، وده معناه ان الانقاذ ما كانش هدفه الوحيد. من الواضح ان وغد عيله سيرمين مجرد طعم، لكن مش هقدر اتخلى عن مهمتي برضه وعشان كده. بس سانز بيقطع افكاره فجاه وبيقول له هو السبب، الشخص اللي ربطني بالشكل ده يبقى الوغد ريون سيرمين. فبيقول اكي في نفسه في البدايه هستخدم السحر عشان اتاكد ان مفيش حد غيري هيقدر يحرك الوغد ده، وده باستخدام التقييد الكامل الخاص بالدايره السحريه اللي من المستوى السابع. وبالفعل بيبدا في تفعيل التعويذه، لكن ريون بيقطعه فجاه وبيقوم يقول له من الواضح انك قلقان وبتاخد حذرك بشده. فبيتصدم اكي وبيضرب عليه نار فورا، لكن ريون بيختفي وبيتفاجئ اكي للمره الثانيه وبيقول في نفسه سحر التمويه. وفجاه بيبدا يكح دم وبيقول في نفسه القاء تعويذه سحريه من المستوى السابع قبل ما تكمل للنهايه بيعمل اثار جانبيه زي دي. بيظهر ريون مره تانية بنسخ كتير حواليه لانه بيستخدم سحر التمويه، وبيقول لاكي تردد المنى بيوجع مش كده؟ عموما ساحر كبير زيك هيقدر يتعافى بسرعه، طالما حسيت بحاجه غريبه اول لما دخلت الاوضه كنت المفروض تاخدني بره الاول.
فبيمسك اكي صولجانه السحري وبيقول له ايه الوقاحه دي؟ يعني بتهاجمني بالاوهام رغم اني سيد سحر الاوهام اصلا؟ وفجاه بيستخدم تعويذه سحريه بتلغي سحر الاوهام اللي ريون بيستخدمه، وبالفعل كل نسخ ريون بتختفي وبيظهر جسمه الاصلي وهو بيتحرك ناحيه اكي وبيستعد للهجوم عليه بالخنجر، لكن اكي بيبعد بسرعه عشان يتفادى الهجوم وبيضربه في وشه بعدها وبيقول له وقح. بيطير ريون من الضربه وبيفعل اكي كره ناريه وبيقول له عموما رئيس العيله هيتغاضى عن الموضوع لو سيحت نص وشك بس، غالبا دي كانت خدعتك الاخيره، فلو كان عندك ورقه رابحه فعاله اكتر كنت هتستخدمها قبل ما تندفع، بس مش معقول تكون بتستخف باصابع عيله فاتون للدرجه دي. بس فجاه بياخد باله من الخنجر اللي بيختفي وبيكتشف انه مجرد وهم، وفي نفس اللحظه بيتضرب بالخنجر الحقيقي في رقبته، فبيبص وراه وبيتصدم لما بيكتشف ان سانز هو اللي ضربه. بيقول له سانز وهو بيبتسم اهو انا ما بحبش الغرور اللي ملوش اي لازمه ده، عمرك سمعت عن نقل الارواح؟ روح سانز فاقده الوعي حاليا ومحبوسه جوه جسمي، وعموما انا اكتشفت انك مش هتقدر تقتلني بسبب اوامر رئيس العيله، والجسم ده مرسوم عليه دوائر دم سحريه مش بس عشان تضخم الوجع، لا ده في تعاويذ تانية منقوشه برضه، سحر بينقل روح الانسان لشخص تاني وبيتحكم في جسمه، دي هي ورقه الربح الحقيقيه. وفجاه بيفقد اكي السيطره على سحره لدرجه ان جسمه بيبدا يتحرق وخصته بتطير من الانفجار، وبيقع بعدها على الارض وهو بيتحرق، وبيقف ريون قصاده وبيقول له مسكتك اخيرا. بياخد بعدها جرعه كيميائيه وبيصبها على جسم سانز عشان يحرقه ويسبب عليه اثار جروح، لكنه بيكتسب مهاره مقاومه الالم، وبيقول بعدها على الرغم من انها بتوجع بس ما فيش مفر للاسف، فانا محتاج جروح واضحه على جسم سانز، جروح تبان وكأن اكي هو السبب فيهم. بيبتسم بعدها وبيصرخ بفرحه وبيقول عملتها، انا قضيت على واحد من اصابع عيله فاتون، انا اصطدت سحر عظيم من المستوى السابع. بس فجاه وهو بيحتفل بياخد باله من الاشعار اللي بيظهر له في النظام وبيقول له انه كمل المهمه ومستواه اترفع، فبيستغرب وبيقول في نفسه مهمه؟ انا فاهم ان مستواي زاد، بس معقول طلعت من المستوى الثالث للمستوى ال15؟ ده المتوقع بما اني هزمت اكي، بس برضه معقول ده يكون بسبب المهمه اللي قال عليها؟ لا ده مش وقته، في حاجه تانية اهم لازم انجزها واعملها الاول. بيفعل دايره سحريه وبيمسك بيها رجل اكي وبيشده لحد ما بياخده في اوضه تانية وبيحطه فوق تابوت خشبي، وبيقف قصاده وهو بيقول في نفسه مدى نجاح اللي هعمله هيحدد خطتي المستقبليه هتقصر قد ايه. بيبدا يفعل دايره سحريه وبيقول في نفسه الدوائر السحريه محفوره في الروح مش في الجسم، وعشان كده على الرغم من ان ده جسم سانز الا ان انا ريون اقدر استخدم المانا بتاعتي، ودلوقتي لو صبيت المانا في الدايره المتحضره مستواها هيقل حسب مقدار المانا المستهلكه، وبالفعل مجرد ما بيبدا في صب المانا بيقل مستواه 5 مستويات، وبيظهر له اشعار بيقول له ان في شرط تاني اتحقق، وبالشكل ده حصل على فئه البطل الظل، وفئه الظل هي فئه خفيه للاغتيال وبتقدر تترقى ليها لما احصائيات الرشاقه توصل ل 20 واحصائيات المانا 15 قبل ما توصل للمستوى الخامس. فبيبص ريون على الاشعار وبيقول انا نجحت، بس بالمستويات الباقيه اجرب مرتين كمان، انا اقدر اعملها. بيبدا يصب المانا في الدايره مره تانية وبالفعل بينجح وفئته بتتغير، وبيحقق شرط اضافي مره تانية وبيترقى المستحضر ارواح من الفئه العليا اسمه ايد الموت. فبيقول ريون كده نجحت في واحد من الاثنين، بصراحه خطتي الاصليه كانت بتقف عند النقطه دي، بس بعد ما هزمت اصبع عائله فاتون مستواي زاد اكتر مما كنت متوقع، وعشان كده لو قدرت استخدم المستويات الباقيه ونجحت في تغيير الفئه الثالثه ساعتها هقدر احصل على فئه الشبح الخفيه. فالشبح فئه بتكتسبها بشكل طبيعي لما حد عنده فئه المغتال ومستحضر الارواح يفتح احصائيات الاحساس، ودي احسن فئه ساعدتني اوصل للقمه في اديون، وده بسبب انسجامها مع فئه المغتال وفئه مستحضر الارواح. لو بس اقدر اوصل للفئه العليا من الشبح زي ما عملت مع الظل وايد الموت، المشكله هي ان عرفت من خلال ابحاثي حوالين دوائر الفئات ان حجم الروح هو الامر الحاسم للحصول على فئه عليا من الشبح، ولو فشلت بمستواي الحالي مين عارف ايه الاثار الجانبيه اللي هتعرض لها، بس لو نجحت خطتي هتتقدم بشكل سلس جدا، وعشان كده مفيش وقت للتردد. بيبدا ريون في صب المانا في الدايره وللمره الثالثه مستواه بيقل 5 مستويات برضه، بس فجاه روحه بتتصاب وبتظهر له رساله من النظام بتبلغه ان روحه محتاجه راحه عشان تتعافى، فبيحس ريون بوجع رهيب وكأن جسمه كله بيتقطع حتت، وبيقول في نفسه معقول يكون الوصول للفئه العليا الثالثه مستحيل، لكنه بيبص على جسمه الحقيقي اللي موجود جنبه وبيفتكر ازاي اتعرض للتعذيب سواء من سانزا او من حراس عيله فاتون، وبيفتكر كمان لما اليخاندرو ضحى بنفسه عشان ينقذه هو وسينا، وبيبدا يفعل الدوائر السحريه مره تانية وهو بيصرخ وبيقول حتى لو هضطر اضحي بروحي انا لازم احصل على الفئه العليا من الشبح. وفجاه بتنفجر منه قوه سحريه رهيبه وبيظهر له اشعار من النظام مكتوب فيه ان حجم روحه كفايه، وبيبدا يفتح الفئه الخفيه. بيستمر ريون في صب كل قوته وهو بيتوصل للنظام عشان ينجح، واخيرا بيترقى الفئه عليا من الشبح اسمها الطيف. بيتفاجئ ريون وبيقول الطيف دي فئه عمري ما شفتها حتى في اديون، بس بما انها الفئه العليا من الشبح ده معناه ان المفروض يكون في حاجات كتير شبه الشبح كده، انا حصلت على كل حاجه كنت عايزها ودلوقتي جه الوقت عشان ابدا في تنفيذ الخطه الاصليه. بيبص على جثه اكي وبيقول في نفسه القدره الكامنه الاصليه للشبح بتقوي من القدرات الاستدعاء الخاصه بمستحضر الارواح، وقتل ساحر عظيم من الرتبه السابعه كان لتنفيذ الخطه دي، اتمنى الماده الثمينه تستحمل اللي هعمله، فلو نجحت ساعتها خطتي هتقصر جدا. بيبدا بعدها يفعل مهاره صنع الليتش وبيقول في نفسه صنع الليتش بيحتاج مستحضر ارواح من المستوى 70 في الطبيعي، لكن باستخدام ساحر عظيم من الرتبه السابعه ساعتها ممكن نعملها. لكن بعد لحظات بيظهر له اشعار من النظام بيبلغه بانه فشل في صنع الليتش وتم تفعيل صنع ميت حي خاص،
بيتفاجئ ريون وبيبدأ الميت الحي يتشكل قصاده وهو واقف مبتسم، وبعد ما بيكمل بتظهر له رسالة من النظام بتبلغه إنه نجح في صنع الميت الحي الخاص، وبيسأله إذا عايز يسميه. في الحلقة اللي فاتت شفنا ريون وهو راجع من حفلة عيد ميلاد الأمير كايل، وأثناء الطريق اتكلم مع ترونو وعرفه إنه اكتشف خيانته وأمره يتعاون معاه عشان يسامحه، وخلاه ينفذ خطته وياخده عند سانز زي ما اتفق معاه. وبعد ما وصلوا اكتشف ريون إن ترونو خان العيلة مقابل معلومات عن إخواته المفقودين، فهو كان ناوي يضحي بوريث ما عندوش الكفاءة زيه عشان يرجع إخواته اللي هيقدروا يحكموا العيلة. وبعد ما استلم ترونو المعلومات وسلم ريون، أخدوا سانز المكان بعيد وأمر كل الحراس ما يقربوش من المكان غير بعد أسبوع عشان يستمتع بتعذيبه. لكن ما لحقش يتهنى، وفجأة الأدوار اتبدلت في ساعتها وهجم ريون عليه لحد ما كتفه وبدأ يعذبه بنفس الشكل اللي عذبه بيه في حياته اللي فاتت. وفضلوا بالشكل ده لحد ما وصل لأكي بعد أسبوع، وقرر يدخل يطمن على سانز قبل ما يقتل ريون ويعمل لهم مشكلة، لكنه وقع في فخ بطلنا. وفجأة استخدم ريون نقل الأرواح واتنقل في جسم سانز وقتله على غفلة، وساعتها مستواه زاد بشكل كبير، فقرر يغير من فئته وحصل على 3 فئات اللي كان بيتمناهم، وقرر يعمل ليتش باستخدام قدرة مستحضر الأرواح. وبالرغم من إنه فشل إلا إنه عمل ميت حي في المقابل. وفي حلقة النهاردة بنشوف انفجار رهيب في المبنى اللي ريون وسانز كانوا موجودين فيه، فبيتصدم حراس عيلة فاتون اللي كانوا واقفين مستنيين بره، وبيقول واحد منهم بصدمة ليه حصل الانفجار المفاجئ ده وفين السيد سانز. بيخرج ريون اللي في جسم سانز زي ما احنا عارفين، وبيكون شايل جسمه الحقيقي على كتفه، فبيتفاجئ الحراس لما بيشوفوا اللي حصل لجسمه، وبيقول لهم ريون بغضب ده كله بسبب أكي، هو اللي عمل كده. بيتصدم الحارس وبيقول له نعم ازاي. بيتعصب ريون زيادة وبيقول له يا غبي بقول لك واحد من أصابع عيلة فاتون خني، هو انت مش شايف حالتي عاملة ازاي. بيتحرك للحصان بعدها وبيقول له لحسن الحظ اني عرفت اقيد الوغده ده باستخدام قطع اثريه، لكنها مش هتصمد لوقت طويل، عشان كده هاخد ريون سيرمين وهخرج من المكان ده، وانتوا حاولوا تكسبوا شويه وقت لحد ما ارجع للعيله، وساعتها هبعت الدعم فورا، ولو نجحتوا في عقده كويس لحد الوقت ده هيكون في مكافاه كبيره للكل. وبياخد الحصان وبيجري بسرعه من غير ما يستنى ردهم حتى، لكنه مش بيرجع. فبيتحرك ساحر من عيله فاتون من المستوى السابع اسمه فيربس، وبياخد معاه مجموعه من الحراس عشان يحققوا في اللي حصل، وبيبدا في استجواب الحارس. فبيحكي له الحارس على كل اللي حصل وبيقول له دي كانت اخر مره نشوف فيها السيد الصغير يا سيد فيربس. بيقول له فيربس بس احنا ما لقيناش اي اثر على وجود اكي هناك، وبيطبق ورقه التقرير بغضب وبيقول لو الكلام اللي في التقرير ده حقيقي. وبيبص للحارس بعدها وبيقول له انتوا بس اللي تعرفوا اللي حصل في الليله دي. وبيقول له الحارس ايوه بالظبط. ومجرد ما بيقول كده بيخرج واحد من اصابع عيله فاتون اللي كان واقف وراء الخنجر بتاعه وبيقتله في نفس اللحظه. وبيقول فيربس اختفاء السيد سانز فاتون يعتبر مشكله كبيره، لكننا هنتعرض للمشاكل لو حد عرف ان عيله فاتون ليها علاقه بخطف السيد الصغير لعيله سيرمين. وفجاه بيسمع صوت الحراس اللي بره وهم بيتخانقوا مع حد، وبيحاولوا يوقفوهم وبيقولوا لهم اقفوا عندكم لو دخلتوا اكتر من كده. فبيخرج يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي اليخاندرو بيتحرك بكل قوته قبل ما الحراس يكملوا تهديدهم حتى، وبيقول لهم بغضب يعني هتعملوا ايه لو دخلنا؟ انا هقتلكم كلكم عشوائيه حساله. فبيرد فيربس عليه ساعتها وبيقول له يعني بتدخلوا معسكر عيله تانية من غير اي سابق انذار؟ انتوا مش شايفين ان ده هيكون سبب في بدايه الحرب بين العيلتين؟ بيقول له اليخاندرو انتوا اللي بداتوا الحرب الاول، هاتوا السيد ريون قصادي حالا. فبيقول له فيربس ده من الواضح كده انك مش شاكك، انت متاكد؟ فبيشاور له اليخاندرو على المكان اللي ريون كان مخطوف فيه، وبيقول له في حريق حصل في منطقه على الحدود بعد اختفاء السيد ريون باسبوع، ولما حققنا اكتشفنا المبنى المريب ده بالاضافه للمنشاه اللي تحت الارض، وبعدها ظهرت عيله فاتون فجاه وعملت معسكر قصادنا. اظن من الواضح لاي شخص انكم بتحاولوا تتستروا على اللي حصل. بيقول له فيربس بس احنا مش عارفين مكان رئيس عيله سيرمين فعلا، وفوق كل ده فسيدنا سانز فاتون مفقود برضه، عشان كده بنطلب تعاونكم معانا في البحث. فبيتعصب اليخاندرو وبيقول له اخرس، احنا مش هنسمح لكم تعملوا اي حاجه في المكان ده لحد ما نخلص التحقيق بتاعنا. وبيبدا يهدده بقوته. فبيتعصب فيربس هو كمان وبيبدا يطلق قوته برضه. وفي الاثناء دي كان ترونو بيراقبهم من بعيد مع سينا وبيقول ما توقعتش ان قوات عيله فاتون تظهر هنا، اتمنى الوضع ما يتحولش لقتال مسلح. فبتتعصب سينا وبتقول له مين سمح لك تتكلم براحتك يا خاين؟ ده لولا رساله السيد الصغير كان زمانك اتحولت لرماد بالفعل، ودلوقتي يا ريت تسكت وما تتكلمش في اي حاجه ملهاش علاقه بالسيد الصغير. فبيتوتر ترونو وبيقول لها السيد الصغير قال انه هيسيب اثر وراه. بتتفاجئ سينا وبتقول له في مكان زي ده؟ وبيرد ترونو لو من السهل اننا نلاقيه كان اوغاد عيله فاتون لاقوه الاول، ده غير انه قال ان طريقه زراعه وصقل الارض الزرقاء الخاصه بعيله سيرمين هي اللي هتقدر تحدد مكانه، وبما ان السيد الصغير نجح مره على الاقل ده معناه ان خاصيه التردد الخاصه بطريقه الصقل لسه موجوده حتى لو كانت ضعيفه. فبتستخدم سينا المهنه بتاعتها عشان تدور عليه، وبالفعل بتوصل له، لكنهم بيتفاجئوا لما بيكتشفوا ان الاثر اللي سايبه كان جسم سانز فاتون مربوط ومتعلق على شجره. فبتستغرب سينا وبيمسك ترونو راسه بقله حيله وبيقول لها ده السيد سانز فاتون. فبيلاحظ ان مكتوب على الوشاح بتاعه انا الخاطف، ارجوكوا عاقبوني. وبتلاحظ سينا الجواب اللي موجود تحته كمان، فبتتحرك عشان تاخده، وبيسالها ترونو اذا في اثر للسيد الصغير، لكنها بتقول له استنى في رساله. وبنكتشف ان ريون كان سايبها لانه كان متاكد ان سينا هتلاقيها. ففي البدايه فكر في سرقه جسم سانز لاستخدامه في تدمير عيله فاتون من الداخل، لكن في احتمال كبير ان رئيس عيله فاتون يكتشف انه بيستخدم نقل الارواح، فهو ساحر من المستوى الثامن، ده غير انه لو رجع لعيله سيرمين بصفته ريون ده ممكن يعمل مشكله هتنتهي بالحرب بين العيلتين.
ووضع عيلة سيرمين الحالي مش هيستحمل أي حرب، عشان كده ما كانش فيه غير اختيار تالت، وهو إنه يختفي ويغير شخصيته. بس قبل ما يختفي بشكل كامل قرر يسيب شرح مناسب لسينا لما تلاقيه، وبعد ما سينا بتقرا الجواب اللي سابه بتحرقه. فبيسألها ترونو إيه اللي مكتوب فيه، لكنها بتقول له خلينا نرجع لعيلة سيرمين يا سيد الخدم. وفجأة وهم ماشيين بتبتسم وبتقول له أنا دلوقتي متأكدة إن السيد الصغير هو تنين داريا الحقيقي. وبعد 3 شهور بنشوف ريون وهو بيجري في مكان غريب بعد ما غير شكله وشخصيته، وبينده واحد عليه وبيقول له الرئيسة بتدور عليك، روح للنقابة. وبيرد ريون حاضر يا عمي، وبنكتشف إنه موجود في عاصمة مملكة باتون. وأثناء ما كان ماشي بيسمع شوية ناس بيتكلموا، وبيقول واحد منهم هل سمعت عن الإشاعة اللي بتتكلم عن المواجهة بين عيلة فاتون وعيلة سيرمين؟ وبيرد واحد وبيقول له سمعت إن دارون ومملكة باينستروي اتدخلوا بسرعة عشان يتوسطوا لتهدئة الوضع. فبيسأل الراجل إذا سمع عن سبب الخلاف اللي بينهم، وبيرد التاني بيقولوا إن في خاين من عيلة فاتون خطف آخر وريث من عيلة سيرمين، وفي النهاية قبلت عيلة سيرمين تعويض من عيلة فاتون. فبيقول له الراجل يعني ما لقوش الجاني ولا الابن المخطوف؟ هي عيلة سيرمين بتفكر في إيه بالظبط؟ بس صاحبه بيقول له فات وقت طويل من ساعة اختفاء رئيس العيلة الملقب بالتنين الذهبي، فهم كانوا عيلة عظيمة زمان، أما دلوقتي انهاروا تماما. وفي نفس الوقت في فرع نقابة مارتونج للاغتيال في باتون بنشوف الرئيسة بتتكلم مع واحد اسمه دانس عن عيلة سيرمين برضه، وبيقول لها من الواضح انهم في وضع مخليهم محتاجين فلوس التعويض اكتر من وارثهم الباقي. فبتتنهد بزهق وبتقول له ايه الملل ده، دي كلها حاجات انا عارفاها، والرئيسة دي اسمها سابفري وكانت مختلة من الفئة التانية. بيرد دانس طب وبالنسبة لخبر اعدام ترون ورئيس خدم عيلة سيرمين؟ فهم اكتشفوا انه تعاون مع الخاين من عيلة فاتون، وبيقولوا ان اليخاندرو قطع راسه فورا في اعدام سريع. بتتفاجئ سابفري وبتقول سيد السيف النادر في قارة داريا شخصيا. وفي اللحظة دي بيوصل ريون للنقابة وبتسلم سابفري عليه، فبيسلم ريون على دانس وبيسأله دانس إذا جاي عشان يقابل رئيسة الفرع. بتاخده سابفري بعدها وبتطلع معاه للمكتب بتاعها وبتقول له النهارده هو اليوم المنتظر. بتخرج جواب بعدها وبتقول له عارف ايه ده يا ريون؟ ده جواب لترشيحك للانضمام كعضو رسمي في نقابة مارتونج. بيبتسم ريون وبيقول لها لسه في اختبار تاني على اي حال، مش كده برضه؟ بتضحك سابفري وبتقول له صح، دي هتبقى اول مهمة حقيقية ليك، بس بصراحة مش عارفة إذا الاختبار ده هيكون لي أي معنى بالنسبة لك أصلا. فالنقابة بتاعتنا نقابة مرموقة وتعتبر رابع أكبر نقابة اغتيال في أسهان، وعشان كده الاختبار النهائي ما يعتبرش حاجة بالنسبة لواحد وصل للاختبار النهائي زيك في فرع مارتونج في خلال 2 بس. ففي موهبة عظيمة اتولدت في الفرع بتاعنا، وده أقل وقت حد يوصل له، وفوق كل ده فأنت أصغر عضو رسمي في آخر 100 سنة. لكن ريون بيقول لها حتى لو، فأنا لسه قدامي طريق طويل بالنسبة لمغتالة من الفئة التانية يا رئيسة الفرع. فبتقول له ده تواضع مزيف، بس على الأقل تعبيرات وشك أحسن من أول مرة قابلتك. تخيل إن عدى 2 على اللي حصل. ففجأة ظهرت بهدوء في نقابة الاغتيال اللي مش معروفة للعامة، وقدمت مبلغ مالي كبير لينا وطلبت اغتيال. فبيبتسم ريون وبيقول لها أنا سمعت إنكم بتقبلوا أي طلبات طالما في فلوس، ولما كملت عملية الدفع فعلا بدأتي تعامليني وكأني عميل. بتقول له سابفري بس أنا ما غيرتش رأيي بسبب الفلوس على فكرة، أنا بس كان عندي إحساس إني عمري ما هقابل عميل غريب زي ده مرة تانية، مش كده برضه؟ طفل في حالة مثيرة للشفقة جاي معاه كمية ضخمة من الفلوس وبيقدم طلب لاغتيال نفسه، ده هيكون شيء غريب إني ما أكونش مهتمة. بياخد ريون الجواب منها وبيقول لها أنا هشوف الجواب بنفسي، وبيمشي بعدها وبيقول لها ابقي كلميني مرة تانية لما يجي وقت الاختبار. بتقول له سابفري تمام. وبيظهر بعدها شخص غريب مقنع وهدومه كلها سودة، بيخرج منه دخان غريب، وبيقول لها هو أنت قابلتي الطفل ده بسبب إحساسك بس؟ لكن سابفري بتقول له مستحيل، أنت عارف اللي حصل بعد كده مش كده برضه؟ فالولد انضم لفرقة مارتونج وخلص كل التدريبات بتاعة الاغتيال في شهر واحد بس، نفس التدريب اللي المفروض بياخد من 5 ل10 سنين على الأقل، ومن الواضح إنه من الأشخاص الموهوبين. بتكمل وبتقول له أنت غالبا خلصت تحقيقات مش كده يا كال؟ وكلمة سر حلقة النهاردة هي كال، انزل اكتبها دلوقتي حالا في الكومنتات. يلا نكمل. بيقول لها الاسم ريون، ما عندوش اسم عيلة، معروف بشعره الأزرق وعيونه الخضراء، لقوه في الشارع وفي معلم مجهول رباه، بس فجأة المعلم اختفى في يوم من الأيام. انضم ريون بعدها للمكان ده عشان يلاقي معلومات عن سيده، بس الجزء الغريب إنه قدم طلب اغتيال لنفسه عشان يثبت إنه يستحق الانضمام لمارتونج، وبفضل ده اتأكدنا من مهارته ونجح في التدريب بسرعة. وبتكمل بس دي المعلومات اللي سمعناها من ريون ومش عارفين إذا حقيقية ولا لأ. بيقول لها كال حقيقية كلها، فأنا رحت للمكان اللي قال إنه كان عايش فيه مع سيده، وكان في آثار شخص كان عايش هناك لحد وقت قريب. بتقول له سافري بس دلوقتي حتى لو كلامه حقيقي في حاجة أهم، وهي إيه مدى احتمالية إن ريون يكون نفسه ريون سيرمين، السيد الصغير المفقود من عائلة سيرمين؟ ففي ولد غامض في نفس عمره ظهر فجأة في نفس الوقت اللي اختفى فيه، هل دي صدفة؟ لسبب ما الموضوع مضايقني. بيقول لها كال احتمالية إنهم يكونوا نفس الشخص قليلة جدا. والله أنت غبي. المهم بتسأله عن السبب وبيقول لها من المعروف إن ريون سيرمين مش بس عنده نقص في المانع، بل حتى مهارات السيف الخاصة بيه وقدرته على التحمل وكل حاجة تانية. دي نتيجة مراقبتنا بغرض جمع المعلومات من ساعة ما اتولد. سبب سقوط عائلة سيرمين هو ريون، ومن المستحيل إنه يكون نفس الشخص اللي عنده موهبة زي ريون، مش كده؟ عموما لو عايزة فأنا ممكن أستمر في التحقيقات. لكنها بتقول له لا كفاية، مش هينفع استمر في استخدام موهبة زيك على مهمة تافهة زي دي، بس دور على معلم ريون برضه، فلو ربى ولد زي ريون فعلا يبقى أكيد شخص مش طبيعي. وأثناء ما هما بيتكلموا كان ريون بيراقبهم، ففي أي مكان فيه أرواح يقدر يستخدم مهارات استحضار الأرواح عشان يجمع المعلومات باستخدام عيونهم وودانهم. وبعد ما بيسمع كلام سافري بيقول الست دي عندها حدس كويس. بيسألوا الشبح اللي بيراقبهم إذا الجو ساقع، وبيقول ريون لا الجو كويس بما إني لابس معطف.
بيفتح نافذة الحالة بعدها وبيبص على مستواه والإحصائيات بتاعته وبيقول في نفسه المستويات اللي خسرتها وأنا بغير الفئة رجعت مرة تانية، واستثمار المانا في التحكم في جسمي كان يستحق برضه، فأنا مش بقدر أغير شكلي وبس، أنا أقدر أتجنب تردد المانا، ده غير إني وصلت مستوى يخليني أقدر أخدع حتى مهارة الكشف الخاصة بمغتالة من الفئة التانية، ده غير إنه بيفتكر اللي حصل في اليوم اللي واجه فيه أكي وعمل منه ميت حي وقرر يسميه كورناك، ومجرد ما سماه ظهرت نافذة حالة خاصة بيه فيها إحصائيات عن قوته والمانا بالإضافة للمهارات، فاتفاجئ ريون وقال ده كأنه لاعب ميت حي قوته بتزيد، معقول دي تكون قوة الطيف؟ بس ده ما كانش موجود في وصف المهارة، وعشان كده حط ايده عليه وقرر ياخد بصة سريعة على دايرته، فظهرت رسالة مكتوب فيها مهمة الانتقام. اتفاجئ ريون للمرة التانية وقال مهمة؟ أنا كنت فاكر إنهم مش هيكونوا موجودين في قارة داريا، وفوق كل ده فهي من النوع اللي لازم على اللاعب إنه يلاقيها ويكمل شروطها المخفية، مهمة مخفية مدفونة في دايرته. أنا أكيد شفت إشعار إتمام المهمة بعد ما هزمت أكي، من الواضح إن دايرته عبارة عن دايرة مهمات مخلوطة من يد الموت والطيف والمهمة، وعشان كده كورناك اتولد منها، بس لحد دلوقتي هو مجرد وحش بيمتص المانا، وعبء لازم أشارك معاه نقط خبرتي النادرة، بس أكيد هيجي اليوم اللي هيكون مفيد فيه. بيخرج ريون لسطح النقابة بعدها وبيقول في نفسه عشان تنمو لازم تبص للمستقبل مش الحاضر، وفجأة بيروح دانس يكلمه وبيقول له إيه الحاجة اللي بتفكر فيها بعمق كده في ساحة الاختبار؟ بيقول له ريون أنا كنت بفكر إزاي أنجح في الاختبار عشان أبقى عضو رسمي في النقابة، وفي يوم من الأيام هبقى رئيس فرع مارتونج كمان. بيضحك دانس وبيقول له بمعدل النمو بتاعك ممكن تحقق الحلم ده فعلا، لكن ده ما يمنعش ان في 3 مرشحين النهارده وواحد بس هو اللي هيعدي من الاختبار، ده الاختبار النهائي عشان تبقى عضو رسمي في مارتونج ومختال من الدرجه الخامسه. بيبص على المرشحين بعدها وبيبدا ينده عليهم وبيقول بال، لين، ريون، واحد بس منكم انتوا الثلاثه هيقدر يغتال الهدف وهيبقى عضو رسمي في النقابه. الاختبار هيبدا دلوقتي، بس الاول قولوا لي معلومات الهدف. بتقول له لين اسمه ألوكو وعنده 47 سنة، شغال تاجر وبيدير محل ناجح. قوات حراسته عبارة عن 3 مرتزقة بيلازموه دايما، 2 من المرتزقة من الرتبة البرونزي وواحد ساحر من الرتبة الفضية. بيكمل بال بعدها وبيقول له في إشاعة بتقول إن عنده عشيقة شابة في الفترة الأخيرة وبيزورها كل ليلة، وفي الوقت ده حتى المرتزقة مش بيقربوا منه. بيقول لهم دانس على الرغم من إني عرفتكم اسم الهدف بس إلا إنكم دورتوا وعملتوا تحريات كويسة، تحديد الحراسة وإيجاد طريقة لتجنبها كان كويس، لكن الامتحان النهاردة هل في ضمان إن الهدف هيروح لعشيقته؟ بيتوتر باله ومش بيعرف يرد، فبيقول له دانس ولا يمكن هتقدروا تتعاملوا مع الحراس، لكنه مش بيقدر يرد للمره الثانيه. فبيقول له دانس عشان كده احنا بنجمع المعلومات في مارتونج. بيبص ريون بعدها وبيقول له طب اخيرا هل هتعرفنا المعلومات اللي حصلت عليها يا ريون؟ فبيقول له ريون هل لازم اقولها فعلا؟ بيتصدموا كلهم من رده. فبيبص ريون لزمايله المرشحين وبيقول لهم احنا مش هنبقى اعضاء رسميين لو تعاوننا عشان ننجز المهمه، في شخص واحد بس اللي هينجح في الاختبار وعشان كده مش شايف ان في سبب لمشاركه المعلومات. بيتوتر باله وبيقول له بغضب طب وبالنسبه لينا احنا؟ انا قلت المعلومات اللي اعرفها قصادك. وبتقول له لين ايوه احنا زمايل على اي حال، لكن ريون بيقول لها زمايل؟ انا ما اتعلمتش حاجه عن الزماله طول فتره التدريب. فبيتعصبوا بيقولوا له نعم، لكن دانس بيتدخل ساعتها وبيقول لهم اجابه صحيحه، ده امتحان واستخدام القدرات الفرديه يعتبر شيء كويس، بس المهم انك تستخدم اللي اتعلمته في التدريب للنجاح. بيبص ريون بعدها وبيقول في نفسه التخلي والاستغلال حسب الحاجه من طبيعه المختلين، اجابته بتعكس جوهر مهنه الاغتيال. بيبص بعدها لباقي المرشحين وبيقول لهم حد فيكم عايز يزود حاجه تانية؟ لكنهم بيردوا باحباط وبيقولوا له لا. فبيقول لهم خلاص انطلقوا واختلوا الهدف براحتكم. بيبص ريون وهو ماشي وبيقول في نفسه ده ولد واعد فعلا، وبيفتكر لما سافري جمعت كل اعضاء النقابه عشان يختلوا ريون زي ما طلب في اول مره دخل النقابه، وفي الوقت ده قالت لهم سافري اللي هيشارك في المهمه 4 من الدرجه الرابعه و3 من الدرجه الثانيه، والمهله هتكون 3 ايام والمكان محدود جوه باتون. المفاجاه الاضافيه وقت النجاح هتكون 100 قطعه ذهبيه، بس لو فشلنا هينضم لينا كمتدرب. فبيرد دانس ساعتها وبيقول ده مجنون. اما باقي الاعضاء فبداوا بالاستخفاف بالمهمه لدرجه ان واحد منهم قال استخبى زي ما انت عايز فانا هلاقيك في 10 دقايق بالكتير. لكن ال3 ايام خلصوا وفشلوا كلهم في المهمه، وقالوا ان الطفل ده عنده افخاخ مش طبيعيه، وقررت سافري تدربه زي ما وعدته. فبيقول دانس في نفسه انك تبقى مختل رسمي في مارتونج مش حاجه سهله، وفوق كل ده هدف الاختبار اللي حددته بنفسها هو الاصعب على الاطلاق، وممكن النقطه دي تبقى نقطه انطلاقه. بيتحركوا كلهم لتنفيذ المهمه، بس مجرد ما بال بيوصل فجاه بينط من الشباك وهو بيهرب، وبيقول في نفسه يعني انا دمرت سحر الانذار والاجهزه الميكانيكيه واتجنبت المرتزقه ونجحت في التسلل، بس ما توقعتش يكون في مرتزقه تاني. ومجرد ما بيهرب بيصرخ الحراس بان في تسلل وبيجروا وراه بسرعه عشان يقبضوا عليه. وفي الاثناء دي كانت لين بتراقب الوضع من بعيد وبتقول في نفسها بال الغبي، بس بالرغم من ده فكل حاجه مشيت كويس بفضله، فلو ما اتكشفش كنت هخليه يتكشف بنفسي. فالهدف اتعرض لمحاولات اغتيال كتير لحد دلوقتي، وفي كل مره اول مكان بيهرب ليه هو اوضه نوم مراته الرئيسيه. فبتتحرك لين لهناك وبتبدا تراقب الاوضه من السقف، وبتشوف مرات ألوك وهي بتقول له انا زهقت من كل ده، يعني مش كفايه ان عندك عشيقه وكمان دخلت المختلين لهنا؟ بيتوتر ألوك وبيقول لها يا حبيبتي الموضوع مش كده، المختلين مش غلطتي انا، ما اكيد مش غلطتك التعبيط يا عم، حد هيطلب مختلين ديليفري؟ والمره دي عندي تدابير امنيه كامله. فبتقول لين في نفسها ايوه اكيد الدفاعات افضل من الاول، وعدد المرتزقه زاد كمان، وحتى المرتزقه اللي كانوا معاه دايما اتحركوا ورا بال، وحاليا مش حاسه غير بحركه 5 جنود عاديين في المكان، وده معناه اني ممكن اجرب هجوم مباشر. بس فجاه مرات إلوك بتمسك سكينه، فبيتوتر وبيقول لها انت بتعملي ايه؟
ده خطر، نزليها بسرعه. لكنها بتبدا تعيط وبتقول له انا حاولت اصبر برضه، وحاولت افتكر ازاي كنت بتحبني زمان، بس خلاص مش قادره، انت اخدت فلوس عيلتي مره تانية. بيحاول إيلوك يهديها وبيقول لها ده لاني كنت محتاج راس مال عشان الشغل مش اكتر. لكنها بتقول له بغضب انت استخدمت الفلوس اللي اخدتها من عيله مراتك عشان تشتري هدايا لعشيقتك. وفجاه بتهجم عليه بالسكينه وبتطعنه في قلبه. بيقع إيلوك ميت على الارض، وبتبدا مراته تصرخ وبتنهار جنبه لما بتستوعب اللي هي عملته. وبيروح الجنود يشوفوا اللي حصل، فبتقول لين في نفسها كده الهدف اتقتل على ايد مراته. طب ده معناه المهمه ناجحه ولا فاشله؟ بالمناسبه ريون ما ظهرش ليه صحيح. بترجع بعدها للسطح اللي بدأوا عند المهمه عشان يقابلوا دانس، وبتقول له بأسف المهمه فشلت، الهدف مات، بس مش على ايدينا، على ايد مراته. لكنها بتاخد بالها من ريون اللي واقف مبتسم بشكل غريب، وبتقول في نفسها بس هو ليه موجود هنا قبلي؟ ثواني، هو راح معانا للقصر اصلا؟ وفجاه بيرجع بال عندهم وهو مجروح، فبيقول دانس ايه ده انت رجعت بالسلامه؟ بيقول له بال فجاه المرتزقه بداوا يتخانقوا بينهم وبين بعض، وعرفت اهرب بصعوبه لما الفرصه سمحت لي. بيقول لهم دانس كده يبقى الاختبار خلص. بس الاغتيال ما فشلش، لان ريون نجح في المهمه. بيتصدموا كلهم وبيقولوا له ايه؟ ازاي المهمه ناجحه؟ الهدف اتقتل على ايد مراته بكل تاكيد. فبيقول لهم دانس ما هو ده كان من صنع ريون. وبيتصدموا للمره الثانيه وبيقولوا له ازاي؟ فبيقول لهم دانس ريون اتحكم في الزوجه وخلاها تقتله بنفسها. وبيبص لريون بعدها وبيساله ازاي يقدر يشرح لهم عمل كده ازاي. لكن بال ولين بيحسوا بالملل وبيقولوا في نفسهم ده اكيد هيجاوب بتعابير متعجرفه وهيقول هل في داعي اني اقول اصلا؟ لكن ريون بيفاجئهم وبيقرر يعرفهم المره دي. بيقول لهم الحل كان بين إيلوك ومراته. بيقول بال يعني تقصد انك استغليت الشؤون الداخليه لهدف الاغتيال؟ مستحيل، هذا رئيسة الفرع قالت لك على هويه الهدف بشكل خاص. بيقول له ريون الوقت اللي عرفت فيه ان الهدف هو إيلوك ما كانش مختلف عنكم تماما، ولانه تاجر مشهور في بانتون ما كانش صعب تحديده بالاسم. بس ده غير انكم قلتوا في معلوماتكم ان إيلوك تاجر شغال في توزيع الكحول، وايوه كان عنده عشيقه جديده، وحتى المعلومات عن رتب الحراس وبيت العشيقه ما كانوش غلط برضه. لكن بما اني كنت خلصت تحقيقات في المعلومات دي بالفعل، كل اللي كنت محتاج اعمله هو ان اتحرك حسب السياسه اللي جهزتها قبل كده، بينما انتوا بتسعوا وبتدوروا على طريقه للاغتيال. فبيتصدموا من كلامه وبيقول له بال بغضب يعني ازاي؟ هل من المنطقي تكون خلصت تحقيقات عن إيلوك قبل الاختبار وانت مش عارف مين الهدف اصلا؟ بيقول له ريون بس انا ما قلتش اني حققت في موضوع إيلوك على وجه التحديد. كل الاشخاص اصحاب السمعه السيئه في المدينه دي ممكن يكونوا معرضين للاغتيال، وعشان كده جمعت معلومات عنهم كلهم قبل كده بالفعل، وده عن طريق التقرب من تجار المدينه اللي مهتمين بالاشاعات. وبفضل انهاء تدريب الشهرين في شهر واحد استخدمت الوقت الباقي للتحضير لاغتيال كل هدف لوحده، واستعديت عشان اقدر اتصرف لوحدي بغض النظر عن مين هيكون الهدف. بيتفاجئ باله لين، او بمعنى اصح بيحسوا بالاحباط لما بيشوفوا تفكيره، وبيقولوا في نفسهم يعني مش في نطاق الاختبار بس، ده معناه انك درست الكتاب كله بالفعل. بيكمل ريون وبيقول لهم في الوقت ده عرفت ان في شخص عنده ضغينه شديده ناحيه إيلوك على وجه التحديد، والشخص ده هي مراته كيلي. فتواصلت معاها وهي منهاره عقليا بسبب جوزها، وقلت لها في السر ان في حل، وده عن طريق تقديم طلب لنقابه الاغتيال. ومجرد ما بيقول كده حتى دانس شخصيا بيتصدم. بيكمل ريون وبيقول استمر إيلوك في تجاهل مراته، وكان عنده عشيقات كتير، لكن بالرغم من ده استمر في شغله باستخدام الفلوس اللي اخدها من عيله مراته. وكانت كيلي بتكرهه لدرجه الموت، لكنها ما كانتش عايزاه يموت فعلا. فاقترحت عليها تعزز الامن وتزود المرتزقه، وساعتها إيلوك هيكون في امان وهيخاف من هجوم المختلين بس. ولما يروح لاوضه مراته اللي تعتبر اكتر منطقه امان في البيت، ساعتها تقدر تحور الموضوع كله وتقنعه انها مؤامره من عشيقته، وبالشكل ده هيرجع لرشده ويرجع لها. وبالفعل اقتنعت بالحيله دي بسهوله جدا وهي غرقانه في الشرب بسبب جوزها. بيكمل وبيقول لو كل حاجه مشيت لحد النقطه دي كانت كل حاجه خلصت زي ما هي عايزه فعلا. لكن قبل بدايه خطه الاغتيال قدمت لها معلومات اضافيه، وعرفتها ان الفلوس اللي بيصرفها على عشيقته وكل الهدايا اللي بيشتريها لها بيشتريها من الفلوس اللي بياخدها من عيله مراته بحجه انها راس مال للشغل. بيتصدم دانس وبيقول في نفسه من البدايه وكلنا لا، ده الاختبار نفسه كان بيتحرك على ايد الولد ده. اما بال ولين فبيحسوا بالقلق والصدمه برضه، لكن دانس بيقول له بس في حاجه واحده مش قادر افهمها، مهما كانت حاسه بالغضب فمن الغريب ان مجرد ست عاديه تطعن جوزها لحد ما يموت. بيقول له ريون ما عشان كده قدمت لها شويه مساعده، وخلطت جرعه كيميائيه في النبيذ اللي بيتوصل لبيت إيلوك، ولان الوضع هيكون خطير لو حصلت اي اصابات فانا خلطت شويه دواء في الميه للمرتزقه بيشربوها برضه. ولحسن الحظ من الواضح انها اتفعلت في الوقت المناسب. بتقول له لين بدهشه دواء؟ نوعه ايه بالظبط؟ بيرد ريون دواء بيشوش القدره على الحكم مؤقتا وبيخلي الشخص يغضب بسهوله. بيتفاجئ باله وبيقول له مستحيل، هل كده المرتزقه اللي كانوا بيطردوني اتخانقوا بسبب ده برضه؟ فبيغمز ريون بعينه وبيقول له هما ما علمونيش الزماله، بس انا ما كنتش عايز زميله ومتدرب في النقابه يموت برضه. بيتاثر باله لين ساعتها وبيقول له دانس يعني كل حاجه مشيت زي ما خططت، وساعد تاثير الدواء بالاضافه للمعلومات اللي سربتها في اغضاب كيلي وتشجيعها على قتل إيلوك. وبتقول له لين الاغتيال مش لازم يكون عن طريق غرس السكينه بنفسك، وبيبارك له دانس على اجتياز الاختبار. فبيقول لهم ريون ايوه صحيح انتوا هتقدروا تاخدوا رسوم المهمه والمكافاه الاضافيه من كيلي. لكن دانس مش بيفهم ازاي. بيقول له ريون كيلي بقت قاتله فجاه، لكن تسلل المختلين كان حقيقي مش كده؟ فاحنا بس اللي عارفين ان إيلوك اتقتل على ايد كيلي مش على ايد المختلين. ومن وجهه نظر كيلي فهي اكيد هتبقى عايزه تتستر على موت جوزها وتنسبه للمغتال، حتى لو ده هيخليها تدفع مكافاه اضافيه. بيتوتر دانس وبال من كلامه وبيحسوا ان ريون مختلف تماما، فمن وجهه نظر مختال
ده تنفيذ مثير للاعجاب فعلا، وبيحسوا ان مفيش داعي للتنافس مع ريون، ومن الافضل انهم يكونوا في المركز الثاني في المستقبل. بيتكلم دانس مع لين وبال وبيقول لهم ارجعوا للنقابه، وبيقول لريون انه عايز يتكلم معاه في حاجه للحظه، فبيمشي بال ولين فعلا. وفجاه بيتكلم دانس بغضب وبيقول لريون انت عارف انت عملت ايه؟ في واحده ست اسمها كيلي هتفضل عايشه طول حياتها بذنب قتلها لجوزها، ست عاديه بقت قاتله، انت فاهم مشاعرها ولو شويه حتى؟ بيقول في نفسه نقابتنا بتربي مختلين مش وحوش. لكن ريون بيبتسم ببساطه وبيقول له انا كنت ببص لها على انها ست عاديه لحد ما عرفت ليه إيلوك كان بيبقى عنده عشيقات باستمرار. كل العشيقات اللي إيلوك عرفهم لحد دلوقتي اتقتلوا على ايد كيلي. إيلوك برضه كان شغال في المخدرات والربا وصالات القمار، وفي حيوات لا تعد ولا تحصى اتدمرت بسببه. كيلي برضه كانت بتتخلص من العشيقات واستخدمت قوه عيلتها عشان تخلي ايدها نظيفه. ورغم ان إيلوك كان زهقان منها الا انه استمر في معرفه المزيد من العشيقات، رغم انه عارف انهم هيتقتلوا فورا. وبفضل قوه عيله كيلي تم التلاعب بوفاه العشيقات عشان تبان وكانها مجرد حالات اختفاء. وعشان كده فعائلات العشيقات اللي اتقتلوا بيدوروا عليهم من غير ما يجرؤوا على مواجهه كيلي، بس الحقائق دي مجرد معلومات اتكشفت اثناء التحقيق. وعلى الرغم من انه كان اختبار الا انه كان طلب اغتيال برضه، وسواء كانت عايزه تقتل جوزها او لا فالنقابه هتاخد اجرتها الكامله لو إيلوك مات، وسواء كان الهدف يستحق الموت ومهما كانت اسباب العميل، فالمختال مش بيحط في اعتباره كل الكلام ده. هل لو الضمير اتدخل هيلغي حقيقه ان الاغتيال عباره عن قتل؟ هل لازم نسال عن السبب او الطريقه واحنا بنقتل الناس مقابل الفلوس؟ كيلي ما قالتش انها مش عايزه تقتل جوزها بايدها، فهي حاولت تستغل طلب الاغتيال، واحنا انجزنا دورنا في المهمه. وده لان تورط مختال في موت إيلوك حقيقه لا يمكن انكارها، حتى لو كانت النتيجه انها هتعاني طول حياتها من حقيقه انها طعنت جوزها بنفسها. فبيقول له دانس يعني معنى كلامك اننا مش محتاجين الضمير بما اننا مختلين؟ وبيرد ريون لو عايز تحافظ على انسانيتك لازم تزود من قوتك وخليك قوي كفايه عشان تغير النظام من جذوره. فمهما حاولت تشغل ضميرك وانت بتقبل الطلبات يا سيد دانس فمفيش حاجه هتتغير طول ما انت شغال في نقابه الاغتيال. وبعد ما بيقول له الكلام ده بيسيبه وبيمشي، وبعد شويه بيرجع للنقابه وبتديله سافري شهاده نجاحه وبتقول له مبروك، بدايه من اللحظه دي انت بقيت عضو رسمي في مارتونج ومختال من الدرجه الخامسه. وبيظهر له اشعار من النظام بيبلغه انه كمل المهمه بنجاح، ده غير ان مستواه زاد وحقق مهمه فرعيه واكتسب احترام لين وبال وحقق توقعات دانس، وعشان كده بياخد نقط خبره اضافيه. بتقول له سافري من هنا ورايح بصفتك مختال من الدرجه الخامسه فانت تقدر تقبل طلبات رسميه من مارتونج، ولو حققت الشروط تقدر تقدم طلب ترقيه برضه. وبالنسبه للشروط بما ان ما عندكش خطط للترقيه فورا، بس فجاه ريون بيقطعها قبل ما تكمل وبيقول لها النجاح في مهمه واحده بقيمه 30 عمله ذهبيه او اكتر. بتتفاجئ وبتقول له نعم. فبيكمل او النجاح في 10 مهمات من الدرجه الخامسه او توصيه من رئيس الفرع او مختال من الدرجه الثالثه، دي شروط الترقيه مش كده؟ بترد سافري بتوتر وبتقول له مظبوط. فبيقول لها مهمه إيلوك كانت اجرتها كام؟ بيتصدم زمايله الاكبر وبيقولوا بغضب هو بيعمل ايه؟ لكن ريون مش بيهتم وبيقول لها كانت كام؟ فبترد بقلق الدفعه اللي اتقدمت مقدم كانت 10 عملات ذهبيه واجره الانجاز 10 عملات ذهبيه، ده غير ال10 عملات ذهبيه اللي اخدتهم من كيلي كشرط للتستر على قتل إيلوك. بيتصدم دانس وبيقول مستحيل. اما ريون فبيقول بابتسامه ثقه على الرغم من انه كان اختبار الا اني حصلت على مهمه وانجزتها واخدت مبلغ اضافي كمان. الشرط الاول للترقيه هو 30 قطعه ذهبيه او اكتر في مهمه واحده، اظن اني كملته. بتتعصب سافري لكنه بيكمل وبيقول لها انا ريون مختال من الدرجه الخامسه بطلب الترقيه المختال من الدرجه الرابعه. بتقف سافري مصدومه شويه وبتقول له بغضب انت وقح جدا، انا بعترف بالاداء المثير للاعجاب اللي انت وضحته، بس بالرغم من ده مش حاسس انك بتستخف بينا ولا ايه؟ فاي منظمه ليها قوانين وسياسات، وبين المختلين يعتبر المختلين من الدرجه الرابعه هم المختلين الحقيقيين، وده لانهم بنوا خبرتهم ومهارتهم واثبتوا نفسهم بين زمايلهم وبيفخروا لانهم وصلوا للدرجه الرابعه. بس انت تجاهلتهم كلهم. شروط ترقيتك ممكن تكون متحققه، ده لو ما كانتش مثاليه كمان، لكن التصرفات اللي من النوع ده مش هتعمل حاجه غير انها هتحسس الكل بالغضب. وبتسيبه وبتمشي بعدها وهي بتقول له انا هعتبر اني ما سمعتش حاجه منك وهقول انك تعبان بعد مهمتك الاولى. لكن ريون بيقول لها بعند لا، انا مش هسحب طلب الترقيه،